في احد الليالي العاصفه كان في بطل حرب قاعد جنب مراته اللي بتولد ومستني ولاده ابنه، وفي نفس الوقت ده عدد كبير من السحرة بيستشعروا تدفق هائل للطاقه السحريه، وبيعرفوا من ده ان في شخص بقوه عظيمه على وشك انه يتولد. لاول مره تحصل من الاف السنين ان يتولد بشر بالقوه دي كلها. بيستنتجوا ساعتها ان الطفل ده هيغير العالم، وفعلا بتشرق الشمس ومرات الراجل بتجيب طفل بصحه جيده وبيتسمى سندباد، الشخص اللي في يوم من الايام هيحتل المحيطات السبعه وهيصبح الملك. بيعدي الوقت وبنعرف ان في حرب دايره بمملكه بارتيفيا امبراطوريه ريم، وجوه احد القرى التابعه للمملكه بيبقى في مجموعه من الجنود عمالين بيحتفلوا بانتصار مملكتهم. بيجي اتنين من الحراس لوالد سندباد واللي بالمناسبه بيدعى بدر، بيدوا له كاس ضخمه مليانه ذهب وبيقولوا له دي مكافئتك مقابل انجازاتك في الحرب، ولكنه بيرفضها وبيقول لهم يبقوا وزعوها على اللي موجودين هنا، وبيسيبهم وبيمشي. واضح حاليا انه خسر رجله في الحرب. بيروح يكمل شغله كصياد وبيقول انا ما عادش عايز اقاتل اكتر من كده. بيجيب الشبكه علشان يصطاد، ولكن ساعتها بتصدم بابنه سندباد نايم تحتها. يا ابن الهبله ايه اللي جابك هنا؟ وبيفضل يزاول فيه طول ما هم على المركب، ولكن فجاه بتحصل عاصفه رعديه. ابوه بيحاول يخرج منها ولكنه مش عارف. ساعتها بتظهر موهبه سندباد وبيقول له الطريق من هنا. ابوه بيستغرب كده لكنه بيقرر يسمع كلامه، وفعلا بيقدروا انهم يخرجوا من العاصفه وسط صدمه الاب. بيمسك ابنه وبيقول له انت ممكن يبقى عندك قدرات خاصه، القدره انك تحدد ايه صح وايه غلط. انا متاكد انك في يوم من الايام هتكون الشخص اللي رشد الناس وين الحرب العقيمه دي. بتعدي سنتين وبنشوف شخص غريب عمال بيهرب من الحراس. بيحاصروه عند المنحدر ولكنه بيختار انه ينط في البحر ولا انهم يمسكوه. وفي الصباح سندباد بيجيب الاكل لابوه وبيطلب منه انه يسمح له يجي معاه البحر في المره الجايه. بيقول له انا خلاص بقى عندي 5 سنين ومتاكد اني هقدر اساعدك، ولكن ابوه بيرفض. بيقول له لا انت هتعاقني وخلاص، لما تكبر شويه ابقى اخدك معايا، ولحد ما ده يجي عايزك تجهز نفسك للشغل، اتفقنا؟ في الوقت ده بيجي مجموعه من الاشخاص بيفضلوا يشتموه في ابوه بينادوه بالخاين. بيمسكوه من هدومه وبيقولوا له بقى احنا كلنا بنعاني علشان نساعد في الحرب وانت قاعد هنا بتصطاد سمك، يا بجحتك يا اخي. وبنعرف ان في خلال السنتين اللي فاتوا دخلت مملكه بارتيفيا في حرب مباشره مع امبراطوريه ريم، واللي كانت اقوى منهم بمراحل سواء عسكريا او اقتصاديا، وده اللي تسبب في ان سكان بارتيفيا يتفوروا تدريجيا وبقى حلمهم ينتصروا في الحرب باي ثمن علشان يستعيدوا ثرواتهم، وده اللي خلاهم يلقوا اللوم على كل اللي ما شاركوش في الحرب وبقوا بيعتبروهم زي الخونه. بيتلموا بعدها على بدر وبيضربوه قدام ابنه لحد ما بيفقد الوعي. بيصحى بعد شويه وبيحاول يمثل ان مفيش اي حاجه حصلت، ولكن سندباد بيتعصب عليه وبيقول له انت ليه سبتهم يضربوك؟ اهو مش انت برضه بطل حرب؟ كنت تقدر تضربهم كلهم لو عايز. بيقول له انت جبان، وبعدها بيسيبه وبيمشي. بيرجعوا بعدها على البيت وامه بتاخد بالها ان في حاجه حصلت. بدر ساعتها بيطلب من سندباد يروح يجيب شويه ميه من البئر. بيقول له اعتقد حتى طفل زيك يقدر يعملها، وفعلا بيشيل برميل اكبر منه وبيروح على البئر. وبعد ما بيمشي مراته بتقول له هو انت ناوي تستمر على الوضع ده لحد امتى؟ احنا خلاص الفلوس اللي معانا قربت تخلص. في الوقت ده بيقاطعهم سندباد ويقول لهم انه لا شخص غرقان في الميه. بيطلعوه فعلا وبيطلع هو نفس الشخص اللي كان بيهرب من الحراس. بيصحى من النوم وبدر بيعرفوا ان سندباد اللي مرمي في البئر وانقذه، ولو كان اتاخر شويه كان زمانه ميت. الراجل ساعتها بيبكي بغزاره وبيفضل يشكر سندباد على انقاذه ليه. وبنعرف بعدها ان الشخص ده بيدعى داريوس. بيقول لهم انه تاجر وسفينته اتحطمت في الطريق وانتهى بالوضع غرقان هنا. وفي خلال ما هما بيتكلموا بيلاقوا سندباد طالع على راسه وبيقول له عمو هو ازاي دماغك لونها اصفر؟ انا مش فاهم. الراجل وقتها بيضحك وبيقول له هو انت عمرك ما خرجت من القريه دي قبل كده؟ بيبدا يحكي له بيقول له انا جاي من مكان بعيد بره القريه، وفي المكان اللي انا جيت منه في اكتر من لون للشعر، ومش بس كده ده كمان في العديد من البلدان وكل بلد بتتميز بثقافه وطعام مختلف عن الثانيه. العالم اكبر بكتير من اللي انت متخيله. كلامه ده كان بمثابه النار اللي اشعلت حماس سندباد وخلت عنده رغبه في انه يعرف اكتر عن العالم. بدر قال له تقدر تفضل هنا لحد ما اصابتك كلها تتعالج، ولكن عايزك توعدني انك ما تسببش اي مشاكل. الراجل وقتها اتاثر من طيبته وبيوعده بكده. ومن وقتها وبقى داريوس كل ليله يفضل يحكي لسندباد عن مغامراته وعن قد ايه في حاجات كتيره في العالم ده هو ما يعرفهاش. بيقول له ان في بلاد مغطاه بالثلوج وان في اراضي كامله كلها رمل ودرجه حرارتها بتحرق زي النار. وبالنسبه لطفل عمره ما خرج بره القريه فقصص داريوس كانت اشبه بقصص الاحلام، وعرفته قد ايه المكان اللي هو فيه صغير وبقى عايز يستكشف العالم كله لما يكبر. استمر الوضع على كده، ولكن في احد الايام بيجي مجموعه من الجنود على بيت بدر وبيقولوا لها انهم بيدوروا على جاسوس من امبراطوريه ريم وشاكين انه مستخبي في القريه دي. بياخدوا بالهم ان في اكتر من حذاء على الباب ولسه اقتحموا البيت، ولكن داريوس بيكشف عن نفسه وبيخلص على كل الجنود بوحشيه. بياخد سندباد معاه كرهينه وبيقول لهم لو حد قرب مني هخلص لكم على الواد ده. سندباد ما بيكونش فاهم. بيقول له انت ليه بتعمل كده؟ انت مش شخص شرير للدرجه دي. بيقول له للاسف هي دي حياتي، انا جاسوس من امبراطوريه ريم وهعمل اي حاجه في سبيل اني انفذ مهمتي. ام سندباد بتستنجد باي حد ينقذ ابنها، ولكن كله بيكون خايف ومحدش عايز يتدخل. في الوقت ده بدر بيوصل وبيقول له سيب الطفل يا داريوس، ابني ملوش دعوه بكل ده. بينزل على الارض وبيترجى انه يسيب ابنه. بيقول له لو تعاونت مع قاده بارتيفيا قلت لهم على المعلومات اللي عندك اكيد هيدوك فرصه ثانيه. داريوس بيقول له انت عايزني ابيع بلدي علشان انقذ نفسي؟ بيتعصب وبيقول له انا فخور بكوني مواطن من ريم وعمري ابدا ما اخون بلدي. في اللحظه دي بدر بيستغل تشتته في جزء من الثانيه بيخترق قلب داريوس. بياخد ابنه وبيقول له انا ما يفرقش معايا ان الناس يقولوا عليا خاين او حتى يحتقروني، ولكن مش هسامح اي حد يحاول انه يؤذي عيلتي. داريوس بعدها بيسقط على الارض وسندباد بيعيط وبيقول له انا استمتعت بقصصك اكتر من اي حاجه، انا فعلا حبيت
بيت القصص اللي انت حكيتها لي. بيتم بعدها القبض على بدر ومحاكمته بتهمه اخفائه الجاسوس من امبراطوريه ريم، وعقابه هو ان هيتم ارساله لساحه المعركه. سندباد وامه بيوصلوا وبيشوفوهم وهم بياخدوه. في الوقت ده الناس بيبداوا يشتموا فيه وبيقولوا له امشي من هنا ايها الخائن، طول ما انت موجود الجواسيس هيجوا على هنا. سندباد بيتعصب عليهم وبيقول لهم ما تتكلموش وحش عن ابويا. واحد فيهم لسه يروح يضربه ولكن بدر بيزعق وبيقول له اياك تلمس ابني، اياكم تلمسوا عيلتي، انا دلوقتي رايح على الحرب زي ما انتوا عايزين، بس خليكم فاكرين كويس. بيقلع هدومه وبيقول لهم اتفرجوا، هو ده اللي الحرب بتعمله. كلهم بيكونوا مصدومين، لمئات والاف السنين عدد كبير من الناس ماتوا وفقدوا حياتهم، وعلى الرغم من كده برضه لسه عايزين تقاتلوا، لسه عايزين تضحوا بافراد عيلتكم اكتر من كده. قولوا لي هل فعلا الحرب حلوه قوي كده؟ وقبل ما يمشي بينادي لابنه وبيقول له من هنا ورايح هتبدا حياتك كراجل، عايزك تقاتل في حياتك وما تسمحش لحد ابدا انه يجي عليك، خد بالك من امك يا سندباد. وبعدها الجنود بياخدوه. سندباد وقتها فهم اخيرا، عرف مدى قوه ابوه والدرس اللي هو كان بيحاول يعلمه له. وبعد عده اشهر بيوصل لهم خبر موت بدر في ساحه المعركه، وكل اللي بيرجع منه هو السيف بتاعه. بتعدي 9 سنين وسندباد بيكبر وبقى عنده 14 سنه، وبنعرف ان في الفتره دي ظهر مبنى غامض على حدود كل من مملكه بارتيفيا وامبراطوريه ريم، وبيقال ان بتقبع جواه قوه هائله من شانها انها تغير مجريات الحرب، واطلقوا عليه الناس اسم البرج او الدنجون. كل من بارتيفيا وامبراطوريه ريم حاولوا يفتحوه ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل. 10,000 جندي تم ارسالهم علشان يتحدوا البرج ولكن ولا واحد فيهم رجع. انتوا متخيلين الرقم؟ لحد ما ظهر الشخص اللي هيتحدى البرج وينجح في ده. وبتنتقل بين الاحداث لمدينه بتدعى كونتاستيا، مدينه موجوده في الشمال وبعيده عن ايدي الحكومه. بنشوف عربه تجاريه ماشيه في امان الله ولكن قطاع الطرق بيعترضوها، بيقولوا لهم لو خايفين على حياتكم يجوا سلمونا كل اللي معاكم. وبنعرف ان دول في الاصل يبقوا اشخاص هاربين من التجنيد وتحولوا للصوص، ولان كونتاستيا خاليه من الحراس فده خلاها موطن للعديد من المجرمين وقطاع الطرق. الزعيم بتاعهم بيقول لهم خدوا البنات بس وخلصوا على العجوز. ولكن في الوقت ده بيظهر بطلنا سندباد على السطح وبينط من فوق، بيقول ان البحر والبشر كلهم زي الامواج ومفيش موجه ما اقدرش اتغلب عليها. بينزل على الزعيم بتاعهم بيدوس على وشه، بيتحرك بكل رشاقه وبيروح على التاني وبالبوكس في نص دماغه. شويه حركات في الهواء وشقلباظات واحد ورا التاني بيخلص عليهم كلهم وبيرشق السيف جنب دماغ الزعيم. بيشكروا بعدها وبيعرضوا عليه انهم يدوا له مكافاه على انقاذه ليهم. قال له مش محتاجين تعملوا حاجه، الاهم من ده هو انتوا ماشيين ببضاعتكم كده من غير حراس. بيعرفوا ساعتها ان ابوهم واخواتهم تم تجنيدهم من اجل الحرب وعلشان كده مفيش حد معاهم. قال لهم في الحاله دي بقى رايكم تستاجروني، ده غير يعني ان ما اقدرش اسيب قمر زي كده تتعرض للخطر. وهي ده صديقي اسوأ صفه في بطلنا، وهي انه طالع نسوانجي وكل ما يشوف بنت لازم يعكسها. البنات عينها بتنور ولكنهم للاسف بيكونوا اخدوا طريق البحر. بيقرروا انهم يدوا شويه من بضاعتهم كمكافاه. بيروحوا يفتحوا البرميل ولكن ساعتها بيتفاجئوا بشخص نايم جوه بيقول لها ما تفتحيش البرميل من غير اذن لو سمحتي. بيتمشوا بعدها وبنعرف ان الشخص ده بيدعى يونان ويبقى رحاله. سندباد بيساله هو انت كنت بتعمل ايه في مكان زي ده؟ فبيقول ان البرميل كان ضيق ومضلم علشان كده كان مريح وشكله كده مجنون يا صديقي. بيوصلوا بعدها على القريه والعيال بترحب برجوع سندباد، بيقول لهم انا ما لقيتش شغل ولكن جبت لكم فاكهه عاليه الجوده. وفي خلال طريقهم يونان بيلاحظ قد ايه سندباد محبوب من اهل القريه وكلهم بيثقوا فيه وبيحبوه. بيوصلوا على البيت وامه بتحاول تقوم علشان ترحب بالضيف ولكنها ما بتقدرش بسبب تعبها. وبالليل بنشوف عربه جواها 2 من الحراس وعلى متنها قائد اسطول الحدود الغربي واللي بيدعى دراجون، ويبدو كده انه متجه لقريه سندباد. وفي الصباح يونان بيفوق وبيلاقي سندباد خلص اكله بسرعه بيستعد للمغادره. بيقدم له اكل وبيقول له سيبك انا بقى علشان عندي بضاعه لازم انقلها، تقدر تفضل هنا لحد ما تلاقي مكان تاني. وبعدها بياخد بعضه وبيمشي. ام سندباد بعدها بتصحى ويونان بيشكرها لانها سمحت له يفضل هنا. بيفضلوا يتكلموا ولكن في خلال كده بتبدا تكح فبيجيب لها ميه تشربها. بيقول لها هو انت بقالك كتير مريضه؟ بتقول له ايوه، كل اللي بعمله اني بتعب الواد ده معايا. ابوه كان دايما يقول لي ان سندباد عنده قدره خاصه ولكنه محبوس في القريه دي بسبب مرضي. انا مش عارفه ليه قلت لك على كل ده بس حسيت ان اقدر احكي لك على اي حاجه، علشان كده عندي ليك طلب. في حاله لو سندباد حصل له حاجه وفقد طريقه فانا عايزك انت ترجعه للطريق الصح. يونان وقتها بيستغرب وبيكون مفكرها عرفت حياته ولكن كل ده طلع منها بشكل لا ارادي. بيقول لها حاول اعمل كل اللي اقدر عليه. في اللحظه دي بتدخل عليهم واحده من القريه وبتقول لهم ان سندباد واقع في مشكله، وبنشوف دراجون واتباعه وهم محاصرين سندباد. ودراجون بيقول له انت جالك استدعاءات تجنيد اكتر من مره، جاوب على الاستدعاءات دي في خلال 3 ايام. قال له لو رفضت ايه اللي هيحصل؟ بيدي في وشه بيقول له انت مالكش الحق ترفض يالا، ده امر من الجيش. وبنعرف ان سندباد كان طول الفتره دي بيتجاهل في استدعاءات الجيش المستمره ليه. دراجون قال له انت هتخدم بلدك كاحد افراد القوه العامله. سندباد اول ما بيسمع كده بيتعصب وبيقول له قوه عامله؟ هو انت شايفنا ايه بالظبط يا عم انت؟ قال له من الطبيعي ان المواطن يخدم بلده، وفي حربنا ضد الامبراطوريه فالمواطنين قوه عامله لا غنى عنها. سندباد بيقول له احنا مش ادوات ليكم علشان تستخدموها في الحرب، انا عمري ابدا ما هنضم للجيش. في الوقت ده بقى سكان القريه بيبداوا يدافعوا عنه ولكن دراجون بيلعب لعبه قذره وبيقول له هو مش انت برضه عندك انت اكيد عارف ان رفض الاستدعاء يعتبر خيانه وطنيه، واكيد برضه انت سمعت عن البرج. السحرة قالوا لنا ان في قوه ملهاش حدود موجوده جواه واحنا لازم نحصل على القوه دي باي ثمن. وبعدين هو مش ابوك برضه كان انضم للحرب في النهايه؟ حاول تتعلم حاجه من اللي حصل له. وبعدها بيسيبه وبيمشي. بيروح بعدها يتكلم مع يونان وسندباد بيقول له معنى انهم يجندوني في الوقت ده انهم ناويين يبعتوني على البرج. في 10,000 جندي
جندي اتحدوه ولا واحد فيهم رجع، يعني لو وفيت اروح هيكون مصيري هو الموت، ولو رفضت برضه مش هيسيبوني في حالي. يبدو كده ان الاوان خلاص فات على البلد دي. يونان قال له في الحاله دي يبقى انت لازم تروح على البرج، انت قلت ان الاوان فات على الدوله دي، علشان كده فلتصبح انت الملك وغير الدوله دي والعالم بايديك. سندباد بيقول له ودي نكته دي ولا ايه؟ يونان قال له البحر والبشر كلهم زي الامواج ومفيش موجه ما اقدرش اتغلب عليها، مش ده كان كلامك؟ انت بتعرف ازاي تتقبل مصيرك وتتغلب عليه، علشان كده روح على البرج، فجواه هتلاقي القوه اللي انت بتدور عليها، قوه الملك. سندباد بيقول له هو انت مين بالظبط؟ يونان بيضحك وبيقول له مجرد رحاله، وبعدها بيسيبه وبيختفي. سندباد ساعتها بيقتنع بالكلام وبيقرر انه هيتحدى البرج، بيقول له البرج ده فعلا جواه قوه الملك، فانا هخليها ملكي وهغير العالم ده بايديا. وعلى الناحيه الثانيه دراجون بيروح يبلغ رئيسه ان ال100 جندي المخصصين لتحدي البرج مستعدين للمغادره، بيقول له الامبراطور متوقع منك حاجات كتير، مش عايزك تخيب ظني. بيرجع بعدها على اوضته بيقول في نفسه اذا كانوا اسطول النخبه اللي كان مكون من 1000 عضو تم ابادتهم بالكامل، ودلوقتي عايز يبعت لنا 100 مدني على هناك، بيعرف ساعتها انهم ناويين يضحوا بيه مش اكتر، فلو كان في ضحيه من النبلاء وسط المدنيين ده هيسهل عليهم تهدئه المواطنين. في الوقت ده بتسمعوا بنت كده وتقول له خد بالك من كلامك وانت في القصر الملكي، والبنت دي تبقى هي الاميره سرنديني. الواد اول ما بيشوفها بينحني، والبنت بتقول له يا عم مش لازم في كل مره تعمل كده، فاكر لما كنا صغيرين كنت بتفضل تيجي ورايا في كل حته زي العيل الصغير. قال لها انت دايما كنت بتعاملي شخص زي بلطف زي ما اكون جزء من عيلتك، وعلشان كده انا بوعدك اني هفتح البرج، مش هخيب ظنك المره دي. وفعلا بيجي اليوم المحدد ودراجون واتباعه بيكونوا انتهوا من التجهيزات. بيجي له واحد من اتباعه بيعرفوا ان في شخص واحد بس ما جاش، سندباد من قريه باترسون. بيقول له مش مهم، عيل او اتنين مش هيغيروا حاجه. سندباد وقتها بيظهر بيقول له ده انت اللي عيل، اسمعني كويس يلا، انا اللي هحصل على قوه البرج، مش هسيبكم ابدا تحصلوا عليها، انتوا اللي مش بتعملوا اي حاجه وبتاذوا الناس بدون وجه حق. بيطلع يجري على مدخل البرج وبيلاقي يونان قاعد ومستنيه، بيقول له هو ده المدخل يا سندباد، بمجرد دخولك مش هتقدر تخرج الا لما تتغلب على البرج. سندباد بيقول له انا مش راجع غير وانا معايا القوه دي. بيطلع يجري عليه وهو بيفتكر في كلام امه ساعتها ادت له سيف ابوه وقالت له خد ده معاك، مش عايزاك تكبح نفسك علشاني اكتر من كده، انا دايما كنت بعتمد عليك في كل حاجه، ولكن انت لقيته مش كده الشيء اللي محدش يقدر يعمله غيرك، علشان كده انطلق وامضي في الطريق اللي انت عايزه، صدقني حتى ابوك كان هيعوز كده، وما تقلقش عليا انا هكون كويسه، سكان القريه حواليا وبيساعدوني، علشان كده انطلق في طريقك. سندباد وقتها بياخد السيف وبيقول لها انا بوعدك اني هرجع مهما حصل. بيوصل فعلا على البوابه وبيدخل منها. يونان بيقول في نفسه انت فعلا هو الطفل المعجز اللي هيغير العالم يا سندباد، متحمس اعرف ايه اللي هتعمله لما تحصل على قوه البرج. دراجون هو كمان بيمر اتباعه ينطلقوا وكلهم بيدخلوا على البرج. سندباد فعلا بيدخل وبيتصدم من اللي بيشوفه، وحوش غريبه وقويه طايره في السماء ومباني متكسره في الهواء، هو ده فعلا البرج. وفي خلال ما هو واقف بيهجم عليه تنين صغير، ولكن سندباد بيفاديه. التنين بيتوجه على مكان دراجون وجنوده اللي كانوا في الوقت ده متبهدلين من التنانين وعمالين بيموتوا واحد ورا التاني. دراجون هو الوحيد اللي بيحاول يقاتل فيهم وبيقول لهم يحافظوا على التشكيله، ولكن فجاه بيلاقي نفسه بقى لوحده وكل الجنود اختفوا. كتيبه مكونه من 100 جندي اختفوا في لمح البصر، ومن وراه بيهجم على وحش منهم ودراجون بيحاول يبعده. بيتحصر عند نهايه المنحدر وشكلها كده النهايه لدراجون، ولكن فجاه رمح بيخترق قلبه وبيخلص عليه. سندباد انقذه، بيقول له تعالى ورايا بسرعه. بيروح يستخبى من الوحوش. دراجون بيقول له مش انت برضه اللي رفضت الاستدعاء؟ انا مش محتاج لخاين زيك انقذني، يا بجحتك يا اخي. سندباد بيقول له طز فيك، انا خلاص انقذتك وحصل اللي حصل. بيفضلوا يتخانقوا. دراجون بيقول له شكلي كده لازم اعرفك بنفسي علشان تعرف انت بتكلم مين. بيقول له على اسم طويل كده، وسندباد بيقول له لا ده طويل قوي، انا هختصر اسمك لدراجون احسن. التاني بيتعصب ويقول له انت بتتريق على اسم عيلتي يالا، ما انت اللي اسمك طويل يا عم. ولكن وفي خلال كده بيلاقوا تنين ضخم جدا معدي من فوقيهم. بيعرفوا ساعتها ان مفيش وقت للهبل اللي هم بيعملوه ده. بيروحوا يبصوا عليه بيكونوا مصدومين من مدى حجمه العملاق ده، لدرجه انه بياكل التنانين الصغيره اللي مش عاجباه. المشكله كمان ان هو بيحرس الباب اللي لازم يعدوا منه، يعني لازم يلاقوا طريقه يهزموه بيها. دراجون ساعتها بيقول له انا عندي اقتراح، خليك انت الطاقم واصرف انتباهه علشان اقدر اوصل للباب، وما تقلقش بكرمك كاحد ضحايا الحرب بعد ما افتح البرج. واحد من عامه الشعب زيك المفروض يكون فخور بفرصه زي دي. سندباد ساعتها بيتعصب وبيقول له انت فعلا من الجيش، انت عارف كم واحد مات لحد دلوقتي بسبب تفكيركم ده؟ دراجون بيقول له خليك شجاع وما تهربش، هو ده واجبك كجندي، انا هكون سعيد لو مت في سبيل بلدي. وفعلا بياخد درع من على الارض وبيقرر انه هيقوم بالمهمه دي لوحده. بيحاول يعدي من ورا الوحش، ولكن الينابيع الساخنه بتعيق الطريق، ده غير كمان التنانين الصغيره اللي بتهاجمه كل شويه. بيقدر فعلا يعدي من كل ده وبيوصل على البوابه، ولكن المفاجاه ان البوابه ما بتفتحش. دراجون بيبقى مصدوم، ليه البوابه مش بتتحرك؟ في اللحظه دي التنين الضخم بيلاحظه وبيبدا يتحرك ناحيته. بيتحصر في مكانه والوحش بيجهز هجومه علشان يخلص عليه. الواد بيبقى مرعوب وبيقول لا انا مش عايز اموت دلوقتي،
ودي كانت اللحظه اللي سندباد انقذه فيها. بيفوق سندباد بيقول له قوم بسرعه والا هتموت، ولكن دراجون بتبقى جات له حاله نفسيه وبيقول له قتلني ان خاف من العدو، انا كده فشلت كجندي. سندباد بيقول له ايه يعني، ايه العيب في انك ما تبقاش عايز تموت؟ ما طبعا هتخاف، فانت بشري قبل ما تبقى جندي. هل الملكه والجيش حاولوا يضحوا بحياتهم قبل كده علشان ينقذوا مدني؟ الدوله اتوجدت علشان تحمي شعبها والمواطنين اللي عايشين فيها، مش علشان تضحي بيهم وتستخدمهم كادوات في الحرب. الدوله اللي ترمي شعبها ملهاش اي لازمه. في اللحظه دي سندباد بتيجي في باله فكره مجنونه وبيقول له هستعير منك الدرع ده. بينطلق على التنين وبيستعمل الينابيع الساخنه كمنصات وبيتزحلق عليها. دراجون مصدوم من شجاعته بيتحرك عليها بسرعه كبيره وبيقدر فعلا انه يصيب التنين بضربه. بيرتفع لاعلى واعلى وبعدها بينزل على التنين وبيغرس فيه السيف بتاعه. التنين وقتها جسمه بيتحول لحجر وبعدها بيتلاشى. بيسيبوا وراه حجرين كده ويبدو كده ان هم دول مفتاح الباب. بياخدوها فعلا وبيحطوها في مكانها وساعتها الباب بينور وبيتفتح. بيقول له يلا بينا. بيدخلوا منه وبيفضلوا يتقدموا في طريقهم متخطيين كل المصاعب اللي بيقابلوها. دراجون بيبقى مبهور، بيقول في نفسه انا مش فاهم الشخص ده. في الاول تحس انه مجرد شخص غبي متهور، ولكنه في الحقيقه بيحلل الوضع بهدوء وبعدها بياخد القرار الصح في الوقت والمكان المناسب. بيوصلوا اخيرا على المبنى الاخير وبيكون عباره عن غرفه قديمه وكل الادوات اللي فيها متحجره. بيلاقوا في مركزها فانوس حجر ومجرد ما بيلمسوه بتخرج منه طاقه سحريه وبيظهر لهم الجني. بيقول لهم اسمي هو بعل، جني الغضب والبطوله، مين فيكم عايز يبقى الملك؟ سندباد ودراجون بيكونوا مظلومين، هي دي القوه اللي السحرة كانوا بيتكلموا عنها، والاتنين في نفس واحد بيقولوا له انا اللي هبقى الملك. وبما ان محدش فيهم ناوي يتراجع عن قراره بيقرروا انهم يسووا الموضوع ده بالقوه. كل واحد فيهم بيستل سيف والجن بيقول لهم اللي هيفوز فيكم هيبقى هو سيدي. وفعلا بتبدا معركتهم وبيتبادلوا الضربات بالسيف، ولكن دراجون اللي اتدرب على طريقه استعمال السيف بيبقى ليه الافضليه وبينجح في انه يطير السيف من ايديه. بيقول له مع السلامه يا حبيبي. لسه هيتعانوا ولكن سندباد بيمسك السيف بايده. بيقول له انت اقوى مني كسياف، ولكن دي مش كل حاجه. بيبعد السيف وبيديله بالبوكس في وشه. الواد بيبقى يفقد وعي ولكن بيفتكر وعده السرندين وبيثبت نفسه. بيقول له انا ما ينفعش اخسر هنا. بيبداوا يتبادلوا اللكمات وسندباد اداله حته بوكس وقعه على الارض. في اللحظه دي دراجون بيبدا يفتكر كلامه مع اخوه الكبير وهو بيبارك له بعد خطوبته على الاميره سرنديني. دراجون قال له الاميره ذكيه وجميله وانا متاكد انك هتحبها، ولكن اخوه قال له انت عبيط، الخطوبه دي كلها ملهاش اي فايده غير انها هتحسن من مكانه عيلتنا، مجرد سلمه مش اكتر. لكن طبعا انا ما بحبهاش ولا حاجه. دراجون وقتها ما عرفش يرد، ما عرفش يعمل حاجه، لا قدر يحمي صديقه طفولته ولا قدر حتى يعترف لها انه بيحبها. بيقوم وبيقول له انا بكره ضعفي، بكره اني ما قدرتش احمي اللي بحبها، ولكن برضه ما ينفعش اخسر هنا. سندباد قال له انا فاهمك كويس، انا كمان ما ينفعش اخسر هنا. بيهجموا على بعض وكل واحد فيهم عازم على الفوز، ولكن في النهايه عزيمه سندباد هي اللي بتتفوق وبيتغلب عليه. سندباد هو المنتصر. بعل قال لهم انا شفت القتال بتاعكم، انا بعترف بيك كسيد ليا. بيدوا له القوه فعلا وعلامه بتظهر على سيفه، ودي معناها ان الجن بقى بيسكن جوه السيف. وكده تم فتح برج بعل. بيتم بعدها نقلهم لبره البرج ومعاهم كل الغنائم. سندباد بيصحى وبيلاقي المواطنين كلهم حواليه وبيهتفوا له انه قدر ينتصر على البرج. يجي له مجموعه من الجنود وبيقولوا له عاش عليك، يلا بقى سلمنا الكنز وقوه البرج. سندباد بيقول له ده عند امك يالا، الكنز والقوه دول بتوعي ومحدش فيكم هياخدهم. الجنود بقى بيتجمعوا عليه وناويين يقبضوا عليه. يونان ساعتها بيظهر وبيقول له هو انت مش ناوي تستخدم القوه بتاعتك؟ خليني اوريك ازاي تستخدمها. بيلمس السيف ووقتها بيخرج لهم الجني. الكل اول ما بيشوفوه بيتصدموا. يونان بيقول له دلوقتي استمع للي قلبك بيقوله لك. وفعلا سندباد بينادي على جن الغضب والبطوله وبيأمره يستخدم سحر ويحول ارادته لقوه عظيمه، فلتحضر يا بعل. وفعلا صديقه صاعقه كهربيه بتنزل وبتخلص على كل الجنود. سندباد بيبقى متفاجئ، ده ايه الجمدان ده؟ يونان ساعتها بيستخدم سحر وبيرفعه في الهواء، بيقول له دي هديه صغيره مني، وبيبعته على القريه بتاعته هو والكنز بتاعه. بيرجع فعلا على القريه ولكن بيلاقي اخبار وحشه مستنياه. بتجيله واحده من القريه وبتقول له انت كنت فين كل ده وسايب امك لوحدها؟ ايوه صديقي، يبدو كده ان خلاص حياه امه قربت تنتهي. بيرجع على البيت وبيلاقي امه على وشك انها تلفظ انفاسها الاخيره. بيروح يمسك ايديها وبيقول لها انا رجعت اهو زي ما وعدتك، ولكن امه بتغلط فيه وبتكون مفكراه ابوه بدر. بتقول له معنى اني قادر اشوفك ان وقتي خلاص قرب، انت عارف ابنك سندباد اخد سيفك وراح علشان يفتح البرج. الواد طلع فضولي جدا ومتهور وزي المجنون، ولكنه بيقدر عيلته واصحابه اكتر من اي حاجه. هو دلوقتي كبر وبقى شاب بيعتمد عليه. انا متاكده انه هيكون بخير من هنا ورايح. انا بحبك جدا يا سندباد. بتقول كده وبعدها انفاسها بتنقطع وبتفارق الحياه في مشهد مليء بالحزن والبكاء. وبنعرف ان بعد فتح سندباد لبرج بعل بدات تظهر العديد من الابراج التانيه حوالين العالم، زي ما تكون كانت مستنيه اللحظه دي. وبدا العديد من الناس في تحدي تلك الابراج واكتساب قوتها، وده اللي قادنا لعصر فتوحات الابراج. وسرعان ما انتشر اسم سندباد كالنار في الهشيم كاول شخص قدر يحصل على قوه البرج، وده اللي اثار غضب القصر الملكي بسبب ان شخص من عامه الشعب هو اللي قدر يفتح البرج. وعلشان كده بتتوجه الاميره سرنديني بنفسها على قريته علشان تقبض عليه، ولكن الواد بيحرجها قدام المواطنين وبيقطع لها هدومها وبعدها بيشيلها على كتفه وبيطلع بيها على المركب. بيحطها جوه برميل وبيسيبها في نص البحر. بيقول لها ما تخافيش، حتى في مكان زي ده الجنود هيقدروا ينقذوكي، اشوفك بعدين يا قمر. وبيسيبها وبيمشي. وبينتشر خبر احراجه للاميره في جميع انحاء المملكه، وبيتم استدعاء دراجون على القصر الملكي. التاني بيتكلموا بيقول له الملك غاضب بسبب اللي حصل لبنته وفشلك في فتح البرج. في الطبيعي كان هيتم اعفائك من منصبك، ولكن بفضل اخوك باروسا اللي قدر يقنع الملك تم منحك فرصه تانية.
تانية. بيشاور للساحره وساعتها الباب بيتفتح وبيظهر مجموعه من السفاحين. بيقول له دول هم وحده بارتيفيا السريه وفخرها كتيبه شاملاش، خد دول معاك واستعدوا على سندباد المعدني. وهو حاليا بيتجه شمالا، بس خليك فاكر المره دي مش مسموح ليك بالفشل. وفعلا بياخد رجالته وبيبحر شمالا بحثا عن سندباد. في نفس الوقت ده كان سندباد هيموت من شده البرد وبيقترب من منطقه بتدعى ايموتشاك، منطقه غير مكتشفه في اقصى الشمال وشعبها هيبقوا من سلاله البربريين. بيلاقي قدامه واد واخته كده عمالين بيتقاتلوا مع وحش عملاق، والوحش بيجي من تحتهم وبيطيرهم من على المركب. الواد بياخد اخته وبيحاول يهرب ولكن واضح انه هيلحقهم. بيقرر ساعتها انه يحطها على المركب وبيروح هو يشتت انتباهه. بيقف على قطعه جليديه وبيقول في نفسه انا لازم اقتله هنا علشان الناس تعترف بيا، انا تعبت من كوني جبان. بيمسك الرمح ولسه يرميه ولكن على اخر لحظه بيتردد وبيفشل في انه يخترقه. الوحش بقى بيروح على اخته علشان ياكلها ولكن وقتها سندباد بيتدخل. بيستخدم قوه بعله وبيسقط عليه صاعقه كهربائيه بتحوله لجمبري مشوي. الواد التاني بيبقى مصدوم من اللي شافه. بيرجعوا بيه بعدها على الشط وسندباد بيقول له بقى انت كنت بتحاول تهزم وحش زي ده برمح بس، ده ايه الجمدان ده؟ في الوقت ده اخته بتصحى وبتبقى مفكره ان اخوها هو اللي هزم الوحش. بتطير من الفرحه وبتقول له كنت عارفه انك هتقدر تعملها. الواد بقى قدام نظرات اخته ما بيقدرش يعترف لها بالحقيقه وانه مش هو اللي هزمه. بتاخد بالها من سندباد وبتقول له امال انت تطلع مين؟ وبنعرف ان البنت دي بتدعى ببركه. سندباد بيقول له صحيح انا لحد دلوقتي لسه ما سالتكش عن اسمك. بيبقى متردد يقول له اخته بتقول له انه اسمه هو هينا، على الرغم انه بلغ 21 سنه ولكن لحد دلوقتي لسه ما عندوش غير اسم وحيد. بس بما انه هزم الوحش ده فدلوقتي بس يقدر يحصل على اسم محارب. بيقعدوا بعدها ياكلوا وسندباد بيعرف انهم من قريه ايموتشاك. بيسالهم عن طبيعه المكان وبركه بتقول له انه عباره عن مكان مغطى بالثلج. ومش بس كده لا، ده كمان ابوهم يبقى زعيم القريه. قال لهم حلو قوي يبقوا خدوني معاكم. هنا قال له بس يا سندباد احنا شعبنا ما بيقدرش الغرباء. قال له ما عنديش مشكله، بلد غير معروفه وشعب غير معروف، انا عايز اشوف كل حاجه في العالم ده. وبالليل هنا بيروح يقعد لوحده. سندباد بيجي له وبيقول له انا اسف علشان اخدت منك الوحش، بس انت كنت مستميت علشان تنقذ اختك، بالنسبه لي ده كان اجمد بكتير من انك تحاول تقتله. هنا بيفرح من كلامه ده لانه اول شخص يعترف بيه. وفي اليوم اللي بعده بيوصلوا على قريه ايموتشاك وسندباد بيكون منبهر بكل حاجه فيها. ايموتشاك يا بلد التلج والجليد. زعيم القريه بيجي وبيرحب برجوع ابنه. سندباد بيحاول يعرفه على نفسه ولكن الزعيم بيمنعه وبيقول له احنا في ايموتشاك، دي مش بلاد يدخلها الغرباء، وانت كمان يا هينا انت دلوقتي بقيت محارب، من واجبك انك تحمي القريه من الاعداء مش تدخلهم. بيروح بعدها يعلن عن بدايه المهرجان بمناسبه ان ابنه اصبح محارب. وعلى الناحيه الثانيه دراجون بيعرف ان سندباد دخل على قريه ايموتشاك وبيستنتج انهم مش هيقدروا يروحوا وراه. الساحره بتقول له ما تقلقش زعيم شملاش رايح له بنفسه. وبعدين في حاجه اهم من كل ده، وعند سندباد بيعرفوا من الزعيم ان في مبنى غريب ظهر فجاه في اقصى الشمال اثناء ما هم كانوا بره بيصطادوا الوحش. ايوه يا صديقي هو اللي في بالك. بيقول لهم بفكر ابعت فريق علشان يستكشفوا الوضع، انت كمان يا هينا لازم تروح معاهم. ولكن سندباد بيتعصب وبيقول له اوعى تعمل كده، اللي انت بتتكلم عنه ده بيودع برج في بلدي فيه اكتر من 10,000 شخص فقدوا حياتهم لانهم حاولوا يتحدوه. هنا بيقول لهم انا سمعت عن الموضوع ده، كل الجنود اللي ارسلوا لهناك تم ابادتهم بالكامل ولكن شاب واحد بس هو اللي قدر يفتحه. سندباد قال لهم انا الشاب ده. الزعيم بيفكروا بيستهزأ بيهم وبيقول له مش هنسامح اي حد يحاول يقلل مننا. ولكن سندباد بيوريه العلامه على السيف وبيعرفوا ان جن البرج بيكون بداخل هذا السيف. الزعيم ساعتها بيقدم له مشروب وبيقول له في ايموتشاك حسن الضيافه بيقدم للاقوياء، اتمنى تقبل اعتذاري على كل اللي حصل مني. في الوقت ده بنشوف ان ملامح هنا بتبقى متغيره ويبدو كده انه بيفكر في حاجه. سندباد بيطلب من الزعيم انه ما يسمحش لحد انه يقرب ابدا من البرج ده. بيقول له تمام انا بوعدك بده. اخته بقى بتحاول تتكلم معاه بتقول له صحيح وانت فتحت حبيبه القلب في الموضوع بتاعكم، انت دلوقتي بقيت محارب وجايز تتقدم لها. ولكنه بيتعصب عليها وبيقول لها حد زي ما يستاهلهاش. في الوقت ده بتبدا تقرع الطبول معلنه عن بدايه المهرجان، وفعلا بتبدا الاحتفالات والكل بيبقوا عمالين يهيصوا ويلعبوا. وسط كل ده ببركه بتلاحظ ان اخوها مش موجود. بيبقى منفرد بنفسه وعمال بيفكر في كلام الناس ليه وشايف انه ما يستاهلش يبقى محارب. اخته بتوصل وبتقول له كنت عارفه اني هلاقيك هنا، دايما بتيجي على المكان ده لما بتبقى في حاجه شاغله بالك، انت خلاص هتبقى محارب، زمان عندك حاجات كتيره بتفكر فيها، بس وعدني انك هتفضل دايما اخويا الطيب اللي انا بحبه. ودلوقتي يلا بينا نرجع النهارده اليوم يومك. في نفس الوقت ده كان سندباد نايم في اوضته وعمال بيحلم بالبنات. زعيم شملاش بيكون اتسلل على الاوضه وبيقول بقى لعبتنا والهدف بتاعنا. بيهجم عليه ولكن سندباد بيديله حته شلوط في بطنه وهو نايم من غير ما يبقى قاصد. يا ابن المحظوظه. بيصحى بعدها من الصوت وبيلاقي طفل قدامه. بيقول طفل زيك لازم يتعلم الادب كويس. بينزله من فوق والتاني بيلف عليه السلاسل وبيثبته. بيقول له بقى هو ده اخرك، ولكن بيلاقيه عمال بيضحك. بيبص يمينه وبيلاقيه مسك السيف وعينك ونشوف الا النور. الواد بعدها بيفقد وعيه هنا وبيبركه بيجوا وبيربطوه. المفروض بقى انهم يستجوبوه ولكن سندباد مصمم يعلمه الاخلاق. بيقول له انا ما اعرفش مين اللي بعتك، بس انك تبقى في السن ده وشغال قاتل انت كده هتقلق امك وابوك عليك. في الوقت ده الواد بيبقى مخبي سكينه وعمال بيفك في الحبل. هنا بيقول له ده سفاح يا اسطى لازم تبقى صارم معاه اكتر من كده. قال له لازم اعلمه الاساسيات اول. بيحاول يتكلم معاه بيقول له انت انتهى بيك الوضع شغال كده بسبب اسلوب كلامك، مش صعبان عليك ابوك وامك. تاني وقتها بيتعصب وبيقول له ما تخرس بقى، انا ابويا وامي ماتوا من زمان. عارف ليه؟ علشان انا اللي قتلتهم بايديا لما كان عندي 6 سنين. ها ايه رايك دلوقتي؟ خفت صح؟ ولكن سندباد بيضربه بالقلم وبيقول له ما تقولش حاجه زي دي بفخر. بينظر له باعين كلها شفقه وحزن وبيقول له انت صعبان عليا. الواد وقتها بيتعصب من نظراته وبيفك نفسه وبيهجم عليه، وفجاه دخان بيترمى عليهم والواد بيختفي
بيختفي من المكان. اتباعه بيكونوا وصلوا وانقذوه. هنا بيقول له انت كويس؟ وبعدين من الناس دول عايزين منك ايه بالظبط؟ بيقول له غالبا كده دول من جيش بارتيفيا وانا هو الهدف بتاعهم، وده لان عرضت بلدي وحاجات كده تانية كتير. هنا قال له هو انت مش خايف؟ حياتك مهدده ومش عارف ترجع بلدك. قال له انا هتبع قدر مش اكتر، هو ده كل الموضوع. وبعدين مفيش موجه ما اقدرش اتغلب عليها. هنا وقتها بيحس بحاجه غريبه منه. المحاربين بينادوا عليهم علشان يكملوا احتفال، وهنا بيقول لهم اسبقوني انتوا وانا شويه وهحصلكم. ويبدو كده انه عقد العزم على قراره. وبعد شويه بيركب بتيجي لسندباد وبتقول له ان اخوها ساب وراها الرساله دي، بيقول فيها انه راح يتحدى البرج بهدف انه يصبح محارب حقيقي. سندباد بيقول لها الجميع عدا الشخص المقدر ليه يكون الملك هيموتوا هناك، هو ده البرج، بس ما تخافيش انا مش هسمح ان هنا يموت. بتقول له بس انت كمان مفيش ضمان انك هترجع. قال لها لا انا عارف اني مش هموت دلوقتي. في نفس الوقت لكن هنا وصل على مكان البرج. بيقول حتى انا لو اكتسبت قوه البرج الكل هيعترف بيا. بيدخل فعلا عليه وساعتها بتصدم. بلورات بتلمع وفراشات في كل مكان، واحده منهم بتقف عليه. وهنا بيقول ما هو البرج طلع مكان جميل اهو، امال ليه كانوا بيقولوا عليه خطر؟ ولكن في الوقت ده الفراشه بتعضه وبتبدا تشرب من دمه. الواد بيتصدم، ده انت هتتاكل هنا. بيحاول يهرب منهم ولكنهم بيتجمعوا عليه وخلاص على وشك التهامه. ساعتها بتيجي في باله فكره وبينط في الميه. بعد معاناه بيقدر فعلا انه يتخلص منهم. بيكمل طريقه لحد ما بيوصل على الباب الاخير، ولكن هو ماشي بيقع في فخ وبيطلع له وحش من تحت الارض وبيوقعه في الميه، وشكلها كده هتكون معركه مائيه. هنا بيقول انا المره دي مش ههرب. بيتقاتل مع الوحش وبيقدر فعلا انه يخرجه من الميه. بيرمي الرمح وبعدها بيمسك الوحش وبيشيله من على الارض. بيرميه وبياخد الرمح ولسه يخلص عليه، ولكن فجاه رمح تاني بيخترق جسمه. كتيبه شملاش بقاده دراجون هم كمان دخلوا على البرج. بيروح يعدوا من جنبه ولا كانه موجود، وبياخدوا الحجر اللي الوحش سابه وراه. دراجون بيقول لهم هو ده مفتاح الباب وهدفنا وغرفه الكنز اللي موجوده وراه. هنا بقى اخيرا بيقرر انه يتكلم وبيقول له انت يا عم انت وهو المفتاح ده ملكي انا. دراجون بيقول لهم سيبوكم منه، زمان سندباد وصل على غرفه الكنز، انا اللي هشيل المفتاح معايا. وفعلا بيسيبوه وبيمشوا. هنا بقى وقتها بيتعصب جامد، مش قلت لكم استنوا؟ بيمسك رمحه وبيهجم على اول اتنين وبيطيرهم. هي دي قوه سلاله البرابره الاموتشاك. الزعيم بيامر اتباعه انهم يخلصوا عليه واجسامه بتبدا تتحول لاشكال غريبه وبيهجموا على هنا. بيحاول يقاوم ولكنهم بيكتفوه بعمل جماعي وخلاص هيخلصوا عليه، ولكن فجاه صاعقه كهربائيه بتترمى عليهم وتوقفهم عند حدهم. سندباد وصل اخيرا. بيروح يقف جنب هنا وهنا بيقول له انت ايه اللي جابك على هنا؟ دراجون بيجي يسلم عليه والساحره بتعرف على نفسها وبتقول له ان اسمها هو فالان وشكلها كده وراها حاجه. في الوقت ده زعيم شملاش بيهاجموا وبيقول لهم انا ما عنديش اي مشكله ما دام هقدر اقتل سندباد. الاثنين التانيين هم كمان بييجوا وبيبداوا يتقاتلوا مع هنا. الواد بقى بيستعمل كل مهاراته وبيقيد حركه سندباد. بيتحرك بسرعه كبيره وبيهجم عليه من ظهره، ولكن بيلاقي البوكس التمام في نص وشه. الواد ما بيكونش فاهم ازاي قرات تحركاتي. هنا بيبقى عمال يتقاتل مع الاثنين التانيين وشايف سندباد هو مش بيعاني حتى في قتاله. بيقول انا ما ينفعش اخسر قدامه، ولكن واحد فيهم بيمسكه من رجليه وبيوقعه والتاني بيديله ضربه في نص بطنه. سندباد ساعتها بياخد باله وبيحاول يستعمل قوته وينقذه، ولكن دراجون بيوقع السيف من ايديه. الواد بقى بيستغل الفرصه ويهجم عليه، ولكن هنا بيتصدى لها وبينقذه. بيشيل سندباد وبيطلع يجري بسرعه وبينطوا في الميه. الساحره بقى بتروح تستخدم سحرها على البحيره وبتجمدها بالكامل. يا ترى هل هتقدروا تنجوا؟ دراجون بيبقى مصدوم من قوتها، حتى لو هي تبقى ساحره المملكه، بس ما توقعتش انها بتمتلك القوه دي كلها، وشكلها كده ما يطمنش. بتقول لهم بس ما كنتش اعرف ان كتيبه شملاش ضعيفه للدرجه دي، بقى مش قادرين حتى تقبضوا على شخصين زي دول. بتديهم ادويه كده يشربوها، بتقول لهم انها ادويه سحريه لشفاء الجروح. بيشربوها فعلا وبيبداوا يحسوا ان جسمهم بقى خفيف وكل اصاباتهم اتعافت، بس برضه دراجون مش مطمن لها. بيتوجهوا بعدها على الباب ودراجون بيحط البلوره وبيفتح الباب. في نفس الوقت ده كان كل من سندباد وهنا قدروا انهم ينجوا من البحيره بسلام. هنا قال له انت ايه اللي جابك على هنا؟ بسببك في اني فشلت في ان اخلص على الوحش، لازم انا اللي احصل على قوه البرج. وعند دراجون بيكونوا وصلوا على غرفه الكنز. دراجون بيروح يلمس القلاده، وفي الوقت ده الجن بيظهر لهم وبيقول لهم انا هو فاليفور، مين فيكم عايز يبقى الملك؟ ولكن قبلها انا شامم ريحه نتنا. بيشاور على الساحره وبيقول لها انت فاكراني مش عارف انك مستخبيه في وعاء وهمي؟ بيستخدم قوته وبيبخرها في ثواني، وبتطلع انها كانت مجرد دميه وجسمها الحقيقي بيبقى جوه بارتيفيا. بتقول له يبدو كده ان الجن ده بيمتلك حاسه شم قويه، بس انا سايبه لهم هديه تذكاريه هناك. نرجع بقى للبرج ودراجون بيتقدم وبيقول له انا اللي هبقى الملك، اختارني انا. فاليفور بيقول له يا ترى ايه اللي هتعمله بعد ما تحصل على قوه الملك؟ قال له طبعا هرجع بقى لبارتيفيا واقدمها لجلاله الملك. ياه بقى هو ده اخرك؟ الجن وقتها بتخيب اماله وبيتحول لقطه صغيره. بيقول له انت احبطتني، اللي انا كنت عايز اسمعه فعلا هو رغبتك انت بعد ما تحصل على القوه، مش رغبه حد تاني. لو انت ما عندكش هدف مفيش اي فايده من حصولك على القوه. والجن بيرفضوا. في الوقت ده سندباد وهنا هم كمان بيوصلوا على المكان، وفاليفور قال لهم حلو كده كل المتسابقين وصلوا على هنا، انا هعمل لكم اختبار والشخص اللي هيتجاوز الاختبار منكم انتوا السته هو اللي هيصبح الملك. حابب بس اديكم فكره عن اللي القوه دي تقدر تعمله. مبدئيا فانت يبقى عندك القدره انك تدمر بلد كامله في ليله واحده، او حتى تبني بلد جديده بالكنز اللي انت هتاخده. ها مين فيكم عايز يبقى الملك؟ في الوقت ده زعيم شملاش بيفاجئ الكل وبيقول له معنى كده ان حتى انا اقدر احصل عليها؟ قال له طبعا كل الموجودين هنا عندهم نفس الفرصه. الاثنين التانيين هم كمان بيتقدموا وبيقولوا له انهم هيشاركوا. بيقول له انا عمري ما توقعت ان هقدر اسيب المنظمه، ولكن بالقوه دي هقدر. الزعيم بيقول له براحتك، ده هيبقى حمام دم. والمفاجاه ان سندباد هو كمان بيرفع ايده وبيقول لهم انا كمان هشارك. فاليفور
قال له يا طماع مش كفايه عليك بعل؟ هنا هو كمان بيشارك وبيقول لهم مش هسمح لحد ياخد القوه دي غيري. فاليفور بيضحك وبيقول لهم كده انتوا بقيتوا جاهزين للاختبار. بيستخدم سحر وبيصنع لهم قطه كده وبيقول لهم ان اختبارهم الاخير هو انهم يحاولوا يمسكوها، واول شخص هينجح في انه يمسكها هو اللي هيحصل على قوه الملك. ده اختبار ده ولا لعبه؟ ولكن في المقابل لو مفيش حد قدر يمسكها قبل انتهاء الوقت فانتوا هتتحبسوا في البرج ده للابد. في الوقت ده زعيم شملاش بيطلع سكاكين وبيرميها بيهم ولكنها بتتفاداهم بسهوله. بتبدا لعبه المطارده والصدمه ان محدش فيهم عارف يمسكها. ومش بس كده، دول كمان بداوا يهاجموا بعض علشان يحاولوا يقللوا العدد. فاليفور بيبقى مستمتع وبيقول البشر عمرهم ما بيتغيروا ابدا. ولكن في الوقت ده سندباد بيوقفهم وبيطلب منهم يهدوا. بيقول لهم لو ما تعاوناش مع بعض فما فيش حد هيخرج من هنا، وبعدين مش يمكن ده يكون اللي فاليفور عايزه اساسا، فمستحيل اصلا حد يقدر يمسكها لوحده، لكن لو تعاوننا مع بعض اكيد هنقدر. علشان كده انا عندي خطه، وهي اننا نحاصر القطه بتشكيله دائريه ونبدا نقرب منها واحده واحده، وبمجرد ما حد فينا يدي الاشاره كلنا نهجم عليها في نفس الوقت من جميع الاتجاهات، واللي هيمسكها هتبقى القوه من نصيبه. دراجون قال له طب ما هو كده الشخص اللي هيدي الاشاره هيكون ليه الافضليه العظمى. بيقول له انا اللي هديكم الاشاره ولكن في المقابل مش هشارك معاكم، فانا اساسا معايا بعد. المهم هو اننا نغادر المكان ده بسلام. العيال فعلا بتوافق على خطته وبيكونوا حلقه حوالين القطه وبيبداوا يقربوا منها واحده واحده، ولكن دراجون مش بيبقى مطمن. بيقول في نفسه معقوله هو فعلا مش عايز يعمل حاجه في الحلقه دي، يبقى انا اللي هحصل على القوه. في اللحظه دي سندباد بيديهم الاشاره كلهم بيهجموا على القطه في نفس الوقت، ولكن القطه بتغفلهم كلهم وبتنط في الهواء. وهنا كانت التغفيله الاكبر، سندباد بينط معاها في نفس الثانيه وبينجح في انه يمسكها. يا ابن الغداره، كلهم بيبقوا هيتجننوا. كل واحد فيهم بيفضل يشتم فيه وبيقول له انت خدعتنا، وبصراحه حقهم يا صديقي. بيقول لهم متاكدين لو انا ما كنتش عملت كده ما كانش حد فينا هيخرج من البرج، كده كان لازم حد فينا يحصل على قوه الملك، والشخص ده كان انا، وده لاني اكتر حد محتاج للقوه دي. انا ناوي استخدم القوه دي في ان انشئ دوله من شانها تغير العالم. كلهم بيتصدموا من كلامه. بيقول لهم انا عايز اصنع عالم يعيش فيه كل البشر من جميع البلدان مع بعضهم البعض، وعلشان كده هنشئ الدوله اللي هتكون بمثابه حجر الاساس وتربط العالم كله ببعضه. دراجون قال له انت مجنون، انشاء دوله مش بالسهوله دي، اللي انت بتقوله ده مجرد احلام مش اكتر. سندباد ساعتها بيبتسم وبيقول له علشان كده هحولها لواقع. تخيل معايا قصه شاب قدر يفتح اول برج سحري ظهر في تاريخ البشريه، وبعدها يكون بانشاء دوله جديده هتغير وضع العالم باكمله. ايه رايكم؟ مش شايفينها قصه حلوه؟ انا بقسم اني هعمل كده. في الوقت ده المنى بتبدا تتجمع حواليه وكلهم بيحسوا بحماس شديد في قلبهم، بيحسوا فعلا انه الملك المنتظر. بيقول لهم انا محتاج لاصحابي يساعدوني في تحقيق حلمي، واحد في السياسه، واحد بيعرف يجمع معلومات، والاهم واحد يخوض معايا مغامراتي. دراجون بيبقى مبهور ومش قادر يسيطر على حماسه. بيقول لهم انا عايز القوه والصحاب مع بعض، انا عايز كل حاجه، علشان كده انضموا ليا. في الوقت ده الاثنين اللي من شملاش بيكونوا اتاثروا من كلامه وبيقولوا له هو انت فعلا عايزنا نبقى اصحابك؟ قال لهم طبعا انا عايز اضمكم كلكم ليا. زعيمهم وقتها بيضحك وبيقول له تمام، انا كمان هبقى واحد من صحابك. انا اساسا كنت بدات ازهق من المنظمه واللي فيها. بيجي يسلم عليه ولكن طبعا دي خدعه. بيقول له انت صدقت ولا ايه يا غبي؟ انا مستحيل اكون صاحبك. ولكن سندباد بيقول له لا، انا هخليك صاحبي انت كمان. الواد وقتها بيتاثر هو كمان وبيقول في نفسه يا ترى حد زيي مسموح ليه يستمتع؟ ولكن في الوقت ده فجاه هم الثلاثه بيبداوا يحسوا بالم شديد وعينيهم بتبكي دم. الكل بيتصدموا، ده من تاثير الدواء اللي الساحر ادته لهم. الثلاثه بيبدا يخرج منهم طاقه ظلاميه وبتتشكل على شكل كوره. فاليفور بيقول له ده سحر الظلام، لو استمر الوضع على كده هيتحولوا لوحش، لازم تستخدم قوه بعل بسرعه قبل ما ده يحصل. ولكن سندباد مش ناوي يعمل كده. دراجون بيجي يطلع مسدسه بس سندباد بيمنعه. دراجون بيقول له انت بتعمل ايه يا غبي؟ لو سيبناهم كده الوحش هيتولد. سندباد قال له اخرس، هم قالوا انهم هيغيروا العالم معايا، مش مهم اذا كانوا وحوش او بشر، برضه هيفضلوا اصحابي. وفعلا الوحش بيتولد وبيدي ضربه لسندباد بيلزقه في الحيطه. دراجون بيقول له لازم تستعمل قوه بعل، مفيش قدامنا خيار تاني غير كده. فاليفور بيقول لهم لا، لسه فاضل طريقه واحده. غالبا الوحش ده سايبهم عايشين وبيستخدم المنى بتاعتهم علشان يتحرك، يعني لو دمرتوا قلبه بضربه واحده وقتها تقدروا تنقذوهم هم الثلاثه. في الوقت ده الوحش بيهاجم هنا وهنا بيحاول يتصدى ليه ودراجون بيطلع على دراعه. سندباد وقتها بيستغل انشغاله وبيقدر انه يقطع له دراعه. بيلاقي الفرصه قدامه لانه يدمر قلبه وبيبدا يجهز في هجومه، ولكن فجاه ايد الوحش بتتحرك وبتخطف منه السيف. بيرجع يده المقطوعه مكانها وشكل كده الموضوع هيطول. في اللحظه دي بتظهر لهم الساحره فلان وبتقول له انت عاجز من غير سيفك يا سندباد. دراجون وقتها بيعرف ان كل ده كان من تخطيطها هي. بيهاجمها ولكنها بتتفاداها وبتقول له مش هتستفاد حاجه، فانا جسمي الحقيقي موجود في بارتيفيا، وكل ده كان باوامر من قائد الفهلك باروسا. دراجون وقتها بيتصدم، يعني اخويا هو اللي عمل كل ده؟ بيبدا يتكلم من خلالها وبيقول له نسيت اقول لك انك اترقيت رتبتين يا دراجون. عارف ليه؟ ده لان انت تم اعتبارك ميت في الحرب. في البدايه فشلت في انك تفتح البرج، وكمان ما عرفتش تقبض على سندباد. انت عار علينا وعلى عيلتنا النبيله. حاجه اخيره، انت فكرت فعلا ان مش هلاحظ مشاعرك ناحيه الاميره سرنديني؟ انت تعديت حدودك يا دراجون، علشان كده هتموت هنا زيك زي الجند الضعيف. دراجون بيبقى منهار وفاقد للامل، عيلته وبلده هما الاثنين اتخلوا عنه. الوحش بيهجم عليه ولكن هنا بينقذه. بيحاول يتصدى ليه ولكنه بيمسكه من دماغه وبيبدا يعصر فيه. سندباد بياخد الرمح وبيحاول ينقذه ولكن كل محاولاته بتفشل. هنا هو بيتعصر بيقول له انت طول عمرك بتحاول توصل للي انت عايزه بعزيمتك لوحدها يا سندباد. كنت فاكر ان اقدر ابقى زيك لو حصلت على قوه
الملك، ولكن دلوقتي اتاكدت حتى بالقوه دي فانا ما اقدرش ابقى زيك، علشان كده انا ما عادش ههرب من حاجه، مش هخاف اواجه الحقيقه بعد كده. بيتعصب جامد وبيمسك ايدين الوحش وبيكسرها له، بياخد رمحه وبيقول له انا هتكفل بالوحش ده، عايزك بس توفر لي شويه وقت. سندباد قال له بس كده عينيا الاثنين. بيروح يشتت انتباهه عما هنا يجهز هجومه، بيفضل يتفادى في كل هجماته ببراعه وفلان مش مصدقه، معنى كده انه بيقدر يشوف التدفق. بتستخدم سحرها وبتكتفه للوحش علشان يمسكه. هنا اول ما بيشوف كده بيتوتر، بس سندباد بيقول له ما تقلقش عليا وكمل في هجومك. الوحش بيبدا يعصره جامد والواد بيصرخ من شده الالم، ولكن في الوقت ده دراكون بيتدخل، بيقول له انا قتلت كتير علشان بلدي وما كانش عندي مانع ان اموت في سبيلها، ولكن انا طلعت غلطان، الحاجه اللي انا كان المفروض احميها كانت هي سرنديني. بيتحدى اخوه بيقول له انا مش هموت على ايد امثالك يا بروسا، بقسم لك ان اخرج من البرج ده وهاجي علشان اقتلك. بينضم لسندباد وبيبداوا هما الاثنين في تشتيت انتباه الوحش. في الوقت اللي هنا بيكون انتهى من تجهيز هجومه، بيقول لهم اسف على التاخير، خليني اوريكم قوه رمح قبيله ايموتشاك. بيمسك الرمح وكل قوته بيرزعه في قلبه، ده القوه دي. الرمح فعلا بيخترق قلبه والوحش بيختفي. فلان لسه هتتعصب ام سندباد قال لها ما تنامي بقى، وبيستعيد السيف منها. يروحوا بعدها يفحصوهم والعيال بتصحى وبيعرفوا ان هم اللي انقذوهم. بيشكروهم والعيال لسه هتفرح، ولكن فجاه طاقه ظلاميه بتبدا تخرج من جسم زعيمهم والوحش بيتم بعثه من جديد. فلان بتقول المره دي انا صنعته عن طريق جسم واحد. من حسن حظ ان الواد اصلا كان شبه واقع في الظلام، يعني المره دي هو اللي هيكون نواه الوحش. هزيمتكم للوحش هيكون معناها ان الواد ده هيموت هو كمان. وروني بقى هتعملوا ايه. ولكن تفتكر ان سندباد هيستسلم يا صديقي؟ بيحط ايده في قلب الواد وبيحاول يسحبه من الداخل. فاليفور بيقول مستحيل، مفيش بشر يقدر يتحمل الضغط ده كله. في الوقت ده سندباد يبدا يشوف مشاهد من ذكريات الواد. بعد بيتكلموا بيعرفوا انهم حاليا بيغوصوا جوه وعيه. بيقول له ارجوك حاول ترجعه، انا عايز انقذ الواد ده باي ثمن. وبنشوفه هو ماشي لوحده وعمال بيعيط، بيقول انا ما عادش قادر اتحمل الالم ده اكتر من كده، انا عايز ارجع على البيت. نسخته الثانيه بتظهر وبتقول له بطل عياط يلا، بيت ايه ده اللي انت بتتكلم عليه؟ احنا ملناش اي مكان، انت نسيت احنا اللي قتلنا ابونا وامنا بايدينا، فبما اننا اتولدنا جوه المنظمه فاحنا كان لازم نقتلهم، كان لازم نعمل كده علشان ننجو، ما كانش عندنا اي خيار تاني. بيعيط هو كمان وبيقول له لو ما كناش عملنا كده كنا احنا كمان هنموت. سندباد بيبقى شايف كل ده وبيقول بقى هي دي نفسك الحقيقيه، فضلت عايش حابس الالم وبتحاول انك تخدع نفسك. بيقرب منه وبيقول له لو انت ما عندكش مكان ترجع له فانا هكون المكان بتاعك، انا هبقى سببك في الحياه، علشان كده توقف عن خداع نفسك. في الوقت ده طاقه كبيره بتبدا تنبعث من سندباد وبيقول انا مش هسيب صاحبي يموت. بيضرب البرق على نفسه وطاقه الظلام بتبدا تخرج منه، بيزود اكتر وعيه فعلا بيبدا يرجع له. المكان كله بيهتز من القوه دي والبلوره هي كمان بتتكسر، وفي النهايه بيقدر فعلا انه يرجعه. بيقول له انت كويس؟ الواد وقتها بيعيط واتباعه بيتلموا عليه وبيكونوا فرحانين انه رجع لهم. فالليفور بقى ما بيبقاش مصدق اللي هو شافه وبيقول ده قدر يرجع بشر من الظلام، لو حاجه زي دي ممكنه. بيتحول لهيئته الكامله بيقول لهم احنا في غرفه الكنز، لسه ما قررناش مين فيكم اللي هيبقى الملك. هنا وقتها بيزق سندباد وبيقول له روح انت، احنا كلنا هنا معترفين بيك كملك لينا. بينحنوا له كلهم وبيطلبوا منه انه يشكل العهد مع فاليفور. فاليفور قال له وانا كمان بعترف بيك كسيد ليا. وبكده يبقى برج السبع فاليفور تم فتحه بنجاح. بيتم بعدها نقلهم لخارج البرج مع الكنوز وبيلاقوا سكان ايموتشاك مستنيينهم. هنا بيروح يتكلم مع ابوه بيقول له انا عايز اعترف لك بحاجه، ولكن ابوه بيقول له يلا بينا نرجع على القريه، الاحتفال مستنينا. دراجون بقى بيروح يودعهم وبيقول لهم احنا في الاصل اعداء، انا اتعاونت معاك بس علشان ما كانش قدامي خيار تاني. عموما انا راجع على العاصمه، انا عارف انه خطر ولكن في شخص لازم احميه. سندباد بيقول له تمام، انا متاكد اننا هنتقابل من تاني. بياخد بعضه وهو ماشي بيقول في نفسه يا لو كنت حر كان زمان اخترتك ملك ليا. في الوقت ده جزء من قوه بعل بينتقل ليه وبيسكن في الحلق بتاعه، والموضوع ده بقى اتعرف بعدين باسم وعاء الاقرباء، وبيبقى عباره عن الاشخاص اللي انجذبوا لوعاء الملك وجن الوعاء اعترف بيهم، ويقدروا من خلاله انهم يتشاركوا قوه الملك بتاعهم ويستخدموا قوه الجني. ودراكون كان هو اول شخص يحصل على القوه دي. اما بالنسبه للي هيعملوا بيها فده اللي هنعرفه في المستقبل القريب. بيرجعوا بعدها على القريه وبيتم تنصيب هنا كمحارب رسميا ومنحه اسمه المقدس، وبيتم منحه اسم هناهوهو. الزعيم بيقول له معنى اسمك هو نقي البحر، علشان كده خليك دايما محارب نزيه. وبعد الاحتفال هناهوهو بيروح يتكلم مع ابوه بيقول له انه هيغادر القريه وهيتبع سندباد. بيقول له انا عايز اكون سلاحه ودرعه، عايز اساعده في تحقيق حلمه. ابوه قال له اخيرا عرفت انت عايز ايه، دلوقتي بس انت بقيت محارب من ايموتشاك، انا فخور بيك يا ابني. بيروح بعدها يقابل ابو البنت اللي بيحبها وبيطلب ايديها منه، وبعد نقاش حاد ورقاب كانت هتطير بيوافق فعلا انه يديه بنته. وبنعرف ان الاجتماع مع زعيم القريه انتهى بحصول سندباد على معاهده تجاريه مع قريه ايموتشاك، وبدا اسمه ينتشر في جميع انحاء العالم، مش بس بصفته مغامر لا وكمان بصفته تاجر. والاسطول اللي هو اسسه هيتشهر بعدين باسم سفن سندوريا التجاريه. وبعد ما بيحملوا امتعتهم بينطلق سندباد واصدقائه في رحله جديده بهدف انهم يصبحوا تجار مشهورين ويتحكموا في الفلوس اللي في العالم. بعد نجاح سندباد في انه يضم ليه هنا وافراد شملاش بينضم ليهم فرد جديد للطاقم وبتدعى روروم، وهي دي بقى البنت اللي هنا كان طلب ايديها من ابوها واكتر بنت موهوبه في ايموتشاك. ودي بقى صديقي ما اقولكش بمجرد انضمامها ليهم الوضع اتغير 180 درجه، ده لدرجه ان الواد البريء اللي قدامك ده هو نفسه زعيم شملاش بعد تعديل سلوكه، وبالمناسبه اسمه جعفر. بتعمل لهم اعاده تاهيل وازاي المفروض يتكلموا ويقدموا نفسهم كتجار محترمين، ولكن برضه الطبع غلاب. جعفر بيتجنن وبيقول لها انا زهقت من كل ده،
ده مش مكمل تعليم يا ست انت، وعينك ما تشوف الا النور، ضربه قاتله في نص وشه وبتعرفه ازاي يتكلم كويس. بتقول له لما تيجي تتكلم مع بنت لازم تكلمها باحترام، ما تنساش ان احنا تجار معترف بنا رسميا من قبل متشاك، كل كلمه وتصرف بتاثر على سمعه سيدنا. بتستلمهم هاتك يا دعك وبتعلمهم القراءه والكتابه وكافه العلوم والرياضيات والجغرافيا وبص كل اللي ممكن تتخيله، لحد ما خلاص العيال بيقعوا على الارض وما عادش قادرين يستوعبوا اكتر من كده. وبعد كل ده بتجيب لهم الاكل وبتقول لهم يلا كلوا زي ما علمتكم. الاتنين مرعوبين، لو عملوا اي صوت وهم بياكلوا هياخدوا نفس الضربه من تاني. بيخلصوا اكل بعدها وبيكملوا تعليمهم من تاني. مش عارف والله صديقي دي بيتعلمهم ولا بتعذبهم. بيعدي الوقت وبيوصلوا اخيرا على اولى وجهاتهم، امبراطوريه ريم وتحديدا مدينه نابوليا، ودي بقى تبقى تاني اكبر مدينه اقتصاديه بعد العاصمه مباشره، وبتتمتع باقتصاد هائل بيتفوق حتى على دوله بلباد العظيمه. بمعنى تاني هي دي نواه العالم الاقتصاديه، وعلشان كده نجاحهم كتجار معتمد على انهم يقدروا يبيعوا في المدينه دي. وبينتشر خبر وصول سفينه سندباد المحمله ببضائع متشاك لسكان المدينه، والسكان بيتجمعوا حواليهم علشان يجربوا البضائع الجديده اللي جايه من الشمال لاول مره. سندباد كالعاده الحماس بيبقى واخده وبيفتكر كلام داريوس ليه لما كان صغير وعن قد ايه العالم ده واسع. بيقول اخيرا وصلت لهنا. بيبداوا في عرض بضاعتهم والناس بتتهافت عليهم من كل اتجاه. بيتفرجوا على الحاجه وجعفر بيعمل زي مرورو معلمته وبيقول لهم ان هم اول ناس قدروا يحصلوا على عقد تجاري رسمي من ايموتشاك، وهي دي فرصتكم الوحيده علشان تشتروا قبل ما البضاعه تخلص. وفعلا خطتهم بتنجح والدنيا لسه هتمشي، ولكن فجاه بيجي لهم مجموعه من الحراس وبيقولوا لهم انتوا بتبيعوا البضاعه دي بتصريح من مين؟ سندباد بيعتذر منهم وبيقول لهم ممكن اعرف ايه اللي المفروض نعمله علشان الموضوع يبقى رسمي؟ بيقولوا له هي ده اول مره ليك هنا، لازم تبقى عارف ان كل المعاملات التجاريه في ريم بتتم تحت اداره وتحكم جمعيه ريم للتجاره، يعني لازم يبقى معاك تصريح من الجمعيه علشان يسمح ليك بالتجاره هنا. ما دام فهمت كلامي يبقى يلا خدوا بضاعتكم وامشوا من هنا. وشكل كده الموضوع مش هيبقى سهل زي ما هم فاكرين. في الوقت ده بيجي لهم شخص غريب كده وبيسالهم عن صاحب البضاعه. سندباد بيقول له بس المسؤولين قالوا ان ده غير قانوني. بيقول له فعلا التجاره من غير تصريح ممنوعه هنا، ولكن ما تقلقش ده لان منتسب للجمعيه، وبعدين يعني اكيد مش هتيجوا كل المسافه دي وترجعوا بايديكم فاضيه من غير ما تبيعوا حاجه، مش كده برضه ولا ايه؟ سندباد بيقول له فعلا معاك حق، وبيوافق انه يبيع له البضاعه. يا ده انت جيت لنا من السما يا عم. الراجل بيديله العقد وبيقول له استناني هنا هروح اجيب رجاله تنقل البضاعه وراجع لك. العيال بقى بتبقى فرحانه وده لانهم كانوا قلقانين للبضاعه تبوظ قبل ما يبيعوها، كده مشكلتنا اتحلت. الراجل بعدها بيرجع لهم بشنطه كده مليانه فلوس وبيقول لهم ده حق البضاعه، اتمنى نتاجر مع بعض كتير في المستقبل، وبياخد البضاعه وبيمشي. العيال بيبقوا فرحانين بنجاحهم ده، ولكن سندباد بيكون حاسس ان في حاجه غلط. بيجي الليل وساعتها بيتفاجئوا بحجم الخازوق اللي هم اخدوه. بيلاقوا بضاعتهم معروضه في متجر تاني ب10 اضعاف السعر. يا نهار ابيض. بيدركوا وقتها انهم اتضحك عليهم، ويبدو كده ان الراجل اللي اشترى منهم البضاعه كان تاجر بيستهدف التجار الصغيرين اللي زيهم واللي ما يقدروش يبيعوا بشكل قانوني هنا، وبعدها يشتري منهم البضاعه ويبيعها باضعاف سعرها. كلهم بيكونوا محبطين من اللي حصل لدرجه انهم مش عارفين حتى مدى الفلوس اللي هم خسروها. سندباد بيقول لهم احنا لازم نحصل على التصريح والا مش هنقدر نبيع هنا، دي كانت غلطتنا، احنا استهونا بالتجاره، في النهايه احنا مجرد مبتدئين. اجواء الحزن والكآبه بتكون مسيطره على الكل، ولكن سندباد على عكس المتوقع بيتحمس اكتر وبيقول لهم فعلا التجار اشخاص مذهلين. في العالم ده فكل حاجه بتتحرك عن طريق المال، والاشخاص اللي بيتحكموا في حركه المال هم التجار. يعني مش هتكون مبالغه لو قلنا ان التجار بيتحكموا في العالم حرفيا، دول في الصداره، واحنا بقى هنتنافس مع اشخاص زي دول. ما طبعا لازم اتحمس. كلهم بيكونوا متفاجئين، ولكن طبعا هو ده المتوقع منه. بيقرروا بعدها ان هنا والبقيه هيرجعوا على ايموتشاك علشان يجيبوا بضاعه جديده. اما سندباد فيفضل هنا لوحده ويحاول يحصل على التصريح من الجمعيه عما هم يرجعوا، وفعلا بيقرروا انهم يثقوا فيه وبيبحروا شمالا على ايموتشاك. سندباد بيقول في نفسه انا لازم اتعلم اكتر، محتاج اعرف كل حاجه بتخص الدوله دي والناس اللي عايشين فيها، ما ينفعش افضل محصور في مكان زي ده، وده لاني هبقى ملك في يوم من الايام. ولكن بيقطع تفكيره صوت بطنه فبيقرر يروح يدور على حاجه ياكلها اول، وبكره بقى يغير العالم. ولكن المشكله انه مش معاه غير العمله الكحيانه دي، وده لانه ادى كل الفلوس اللي هنا والبقيه علشان يشتروا بيها بضاعه جديده. وفي خلال ما هو بيفكر العمله بتقع منه، من حسن حظه بيلتقطها نفس الشخص اللي ضحك عليهم واشترى منهم البضاعه. بيقول له هي مش دي عملتك برضه؟ ولكن سندباد بيبتسم له وبيقول له عندك مانع لو تيجي تتعشى معايا؟ بيروح ياكلوا فعلا، وبنعرف ان الشخص ده بيضع هارون يبقى تاجر من بلباد. وبالمناسبه في بلباد هي تاني اقوى اقتصاد بعد ريم على طول، وهي نفسها صديق بغداد ولكن باللغه اليابانيه. سندباد بيقول له انا ناوي ازورها في المستقبل ووقتها هعتمد عليك في انك تفرجني على المدينه. هارون بيستغرب بيقول له هو مش انت برضه عارف ان بعت بضاعتكم ب10 اضعاف سعرها؟ بيقول له ايوه، بس ده حصل نتيجه جهلنا وافتقارنا للخبره اللازمه. بمعنى تاني انا خسرت قصادك في معركه تجاره، هو ده كل اللي حصل في الموضوع.
الموضوع. هارون بيستغرب اكتر، بيقول له تصرفك الهادي ده انت فعلا مناسب لانك تكون تاجر. بما انك طمعان في معرفتي فخليني اول اشرح لك مدى الخساره اللي انت خسرتها. ده اول مره تدخل فيها بضائع من ايموتشاك على هنا، وبالرغم من امتلاكك لميزه قويه زي دي فانت خسرت افضل توقيت علشان تستخدمها وما عرفتش تعرضها. ومش بس كده، لا ده انت كمان سمحت لحد تاني انه يحدد سعر البضاعه بتاعتك. في الصفقه دي انت خسران بكتير اكتر من اللي انت متصوره. سندباد في الوقت ده بيلاحظ ان المانا متجمعه حوالين الشخص ده وبيعرف ان ده مش تاجر عادي. هارون بيقول له تسمح لي بقى اسالك، بصراحه من ساعه ما شفت بضاعتكم وانا كان عندي فضول اعرف ازاي قدرت تقنع رئيس ايموتشاك انه يوقع معاك اتفاقيه تجاره. انا حاولت معاهم اكتر من مره ولكنهم ما ادونيش اي فرصه حتى، وعلشان كده كنت عايز اعرف ايه اللي يخليهم يختاروا شاب صغير زيك ويرفضوني انا. سندباد في الوقت ده بيفتكر كلام رورم ليه لما قالت له ان الاسلوب والكلمات اللي بتختارها مهمين جدا في التفاوض، ولكن في حاجه اهم منهم بكتير. سندباد وقتها بيبتسم وبيقول له ما اقدرش اكشف لك اسرار تجارتي بالسهوله دي. ايوه يا صديقي، الابتسامه هي الحاجه دي، فمهما كانت صلابه خصمك فعمره ابدا ما هيهاجمك من غير مبالاه لما يشوفك وانت بتبتسم. هارون حرفيا بيبقى مصدوم، ازاي طفل صغير وعنده كل الهاله دي؟ سندباد بيقول له انا عايز اتعلم اكتر عن البلد دي، ولو انت موافق تعلمني فانا ما عنديش مشكله اقول لك على كل الاسرار اللي عندي. بس فاتنا صحاب بيتشاركوا المعرفه ما بينهم. هارون بيتصدم وبيقول له انت عايزني انا ابقى صاحبك؟ صاحب لواحد ما هوش في نص عمري حتى؟ يبدو كده ان تم التقليل مني، بس عموما ما عنديش مشكله اسمع اللي عندك. سندباد وقتها بيستخدم قوته على الكوبايه وبيجمد له المشروب بتاعه، بيقول له هي دي قوه جن الجليد فاليفور، قوه بتمنح لفاتحين الابراج لوحدهم. هارون وقتها بيتفاجئ، بيقول له بقى انت واحد من الفاتحين دول؟ سندباد بعدها بيحكي له المغامرات اللي هو خدها وقتاله ضد ملك التنانين وعن غرفه الجن والكنوز اللي فيها. وبعد ما بيخلص هارون بيقول له القصص اللي انت حكيتها لي كانت ممتعه فعلا، ممتعه اكتر بكتير من الشعراء اللي انا بسمعهم في المجلس الامبراطوري. دي قصص ما اقدرش اسمعها غير في احلامي وبس. بس برضه انا مش فاهم انت ناوي تستخدم القوه دي في ايه بالظبط؟ سندباد ساعتها بيفاجئه وبيقول له في تغيير العالم. انا مسقط راسي هو مكان بيدعى بارتفيا، بلاد بتضطهد مواطنيها والظلم منتشر فيها، وانا عايز انقذ المواطنين دول، ولكن في حدود اللي شخص واحد يقدر يعمله لوحده. وعلشان كده فانا خرجت باستنتاج اني محتاج لقوه اكبر بكتير، محتاج لاني انشئ دوله قويه من شانها انها تغير العالم. ايوه انا ناوي ابقى ملك. هارون بيقول له ملك مره واحده؟ بيقوم من مكانه وبيقول له مش هكذب عليك، انت كلامك كان ممتع فعلا، ولكن انت لسه ساذج. في الاصل علشان تبقى عضو في الجمعيه فانت محتاج لتوصيه من عضو فيها و1000 عمله ذهبيه كرسوم للانضمام، وده مش مبلغ عم زيك يقدر يجمعه بسهوله. ولكن لو انت فعلا ارادتك قويه زي ما بتقول فانا عايزك تثبت لي ده. انا هغادر بكره لمدينه ريمان وهرجع بعد شهر. لو انت قدرت تجمع ال1000 عمله في خلال شهر بقوتك الخاصه فانا بوعدك اني هوصي عليك عند الجمعيه. وريني بقى هتعمل ايه. وبعدها بيسيبه وبيمشي. يا ترى ايه اللي هتعمله يا سندباد؟ بيرجع بعدها لغرفته وبيبقى عمال يفكر في كلام هارون ليه. بيفتكر كمان الطريقه اللي صاحب الفندق كان بيعامله بيها اول ما شافه مع هارون وقال له ان صاحبه دفع له كل مصاريف اقامته لمده شهر كامل. معنى كده انه ما قداموش خيار غير انه يقبل التحدي. بس ازاي بس هيجمع المبلغ ده؟ حتى لو اشتغل 3 شغلانات في نفس اليوم مش هيوصل حتى الربع المبلغ. وبيقطع تفكير صوت سكوت سيفه على الارض، بياخده وبيقول في نفسه من غير السيف ده ما كنتش هقدر افتح برج بعل وفاليفور. ومن هنا بتجيله الفكره. بيعدي الشهر وهارون بيرجع على مدينه نابوليا، وفي خلال طريقه بيلاقي سكان المدينه متجمعين حوالين حدث معين ومستعجلين للحدث يفوتهم. بيروح يلقي نظره وساعتها بيتفاجئ باللي شايفه. بيلاقي سندباد عامل عروض للناس بيحكي لهم فيها قصص مغامراته عن البرج اللي كان بيوجد جواه تنين ضخم وازاي قدر يهزمه. ده كمان بيستخدم قوه بعل وبيصنع لهم البر. الناس كلها حرفيا بتبقى منبهره من العرض بتاعه، عمرهم ما شافوا فتح برج حقيقي قبل كده، ومئات من العملات بتبدا تنهال عليه. هارون وقتها بيضحك وبيفهم اللي فيها، بيروح يتكلم معاه وبيقول له ده زي ما يكون المدرج نقل هنا، فعلا دي حاجه ما يقدرش يعملها الا فاتح زيك. سندباد قال له كل ده كان بفضلك انت اللي قلت لي ان القصص اللي انا حكيتها لك كانت ممتعه اكتر بكتير من مجالس الشعراء، وانها اشبه بقصص الاحلام، وده اللي خلاني اعرف ان القصص دي تقدر تجذب الناس وتبهرهم بالظبط زي ما انا كنت مبهور بيها وانا صغير. بس للاسف انا لسه ما جمعتش المبلغ اللي اتفقنا عليه، علشان كده ارجوك اديني مهله اضافيه واوعدك اني هجمعه بدون ادنى شك. انا عمري ابدا ما استسلم. في الوقت ده هارون بيشاور الواحد من اتباعه وبيديله ال1000 عمله في ايده، بيقول له دي مقابل مشاهدتي للعرض بتاعك، خدها يا سندباد، من هنا ورايح فانا هساعدك في تحقيق حلمك كصديق ليك. سندباد يعني بيبقى مصدوم وبيقول له هو انت مين بالظبط؟ في الوقت ده بيجي مجموعه من الحراس بيقولوا له بقى انت كنت هنا واحنا عمالين ندور عليك كل ده. التاني بيقول له الشخص اللي واقف قدامك ده يبقى حاكم بلباد ال 22 جلاله الملك هارون الرشيد. يا حلاوه، بصراحه مفاجاه غير متوقعه بالمره. اهو ده بقى ملك بحق وحقيقي. نروح بقى لهنا واللي معاه جعفر بيبقى يجيب اخره من الدراسه. رورو بتجيب له كومه واجبات وتقول له انت لسه هنا، لو عندك طاقه تشتكي فاستعملها في تحريك ايديك. جعفر وقتها بيتجنن بيقول لهم انا ما انتش قادر استحمل اكتر من كده، انا راجع لسندباد سباحه، سيبوني ارمي نفسي. يا عم استهدى بالله بس لا تتعصب. رورو وقتها بتناديله وبتقول له تعالى هنا. بتبدا تكلمه وبتقول له انا عارفه كويس مدى صعوبه الدراسه بالنسبه لك، بالنسبه لشخص اتربى في منظمه اغتيال فاكيد ده اول مره تجرب فيها حاجه زي كده، بس هو مش انت خلاص حسمت قرارك بانك هتغير حياتك؟ علشان كده لازم ما تستسلمش، لازم
تجتهد علشان تقدر تساعد سيدك اللي وراك حياه جديده، مش كده برضه ولا ايه؟ في الوقت ده رورم بتبدا تكح وبتقول انا نسيت اقول لك على حاجه مهمه يا جعفر. البنات في الموتشاك بيعيشوا في بقى قاسيه وعلشان كده فهم بيولدوا بعد كام شهر بس من حملهم. الواد بيحاول يهرب ولكنها بتمسكه وبتقول له ما تخافش انا اعلمك كويس ازاي تولد يا بنت المجنونه. وعلى الناحيه التانيه سندباد بيبقى قادر يحصل على تصريح الجمعيه بفضل مساعده هارون. كده اخيرا هقدر ابدا تجاره هنا. هارون بيقول له انا شايف انك تعمل عرض مسرحي. سندباد بيستغرب بيقول له انت عقلك سابق لسنك بس لسه قدامك كتير علشان تبقى تاجر، وحتى لو الجمعيه قبلتك فانت لسه ما عندكش مكان تبيع فيه، ده غير انك محتاج لمستودع تخزن فيه البضايع وعربات تنقل كل ده، والاهم انك هتحتاج لطريقه تعلن بيها عن المحل بتاعك. الجزء الصعب لسه هيبتدي من دلوقتي. في امبراطوريه ريم في عده انواع من الترفيه، ولكن اكتر حاجتين بيجذبوا اهتمام الناس هما القتال والتمثيل. انت حاليا راس مالك هو جسمك، وعلشان كده فانا بنصحك تبعد عن القتال. اما بالنسبه للحكايات اللي انت عملتها فهي كانت ممتعه بشكل كبير. لو انت عرفت تقدم نفس الاداء ده في المسارح فاكيد هتتشهر بسرعه بين الناس. انا شايف ان دي احسن طريقه علشان تقود شركتك للنجاح. ها قلت ايه؟ بصراحه يا صديقي دماغه عجبتني. سندباد بيقول له في كلام بعد كلامك يا معلمي، هبدا حالا من دلوقتي، بالاذن انا بقى هروح اجهز العرض الجديد. وبيشكره وبيمشي. بيعدي شويه وقت ورورم بتبقى جابت ولد وسموه كيكيروكو. جعفر بيوريها الواجب ورورم بتبص عليه وبتتفاجئ ان كله صح. بتقول له عاش عليك. بيروح علشان يساعد فيتل والباقيه ولكن هو ماشي بترمي له الطفل وبتقول له احنا رايحين نحضر الاكل، خد بالك منه وما نرجع. والواد صديقه بيبقى في حجم جعفر على الرغم انه لسه مولود. وفي نفس الوقت ده كان سندباد انتهى من الاعلان عن العرض بتاعه والجماهير كلها بتبقى متجمعه ومستنيين يشوفوا العرض. وفي خلال ما هم قاعدين فجاه التلج بيبدا يتساقط عليهم. سندباد بيظهر من فوق وبيقول لهم اهلا بيكم في عالم المغامرات. كلهم طبعا بيكونوا مصدومين. سندباد بيرفع سيفه وبيكون لهم العديد من الصواعق الكهربيه، وبدمجها مع كرات التلج بيخلي المنظر يبان كانها نجوم بتلمع. النيران بتشتعل وسندباد بيقول لهم احكي لكم النهارده قصص مغامرات عن الشاب اللي بيدعى سندباد. اتمنى تستمتعوا معايا لحد النهايه. وطبعا مش محتاج اقول لك تعبير الناس كانت عامله ازاي يا صديقي. فبفضل قوه الجن اللي شافوها لاول مره وحكاياته عن الابراج ده كله خلاهم يقولوا ان كل العروض اللي هم شافوها في حياتهم ما تتقارنش حتى بالعرض ده. وسرعان وصلت شعبيتها لافقر الكره حتى في ريم، لدرجه ان الناس اللي ما لحقوش يشوفوا العرض بيكونوا اصطفوا بالالاف خارج المسرح. وبكده ما عادش فاضل حد في المدينه ما يعرفش اسم سندباد. وبعد ما بيخلصوا العرض سندباد بيتكلم مع هارون وبيقول له ان كل النجاح ده بيرجع ليه لانه نصحه يعمل مسرحيات، ولكنه بيبقى زعلان على الناس اللي حضروا ما عرفوش يشوفوا العرض بسبب الزحمه. بيقول له نفسي اعمل لهم حاجه تعوضهم. وفي خلال ما هم ماشيين سندباد بيسمع صوت عالي جاي من بره، بيبص عليه ويلاقي مبنى عملاق حرفيا. هارون بيقول له هي ده اول مره تشوفوا فيها؟ اهو ده بقى هو الكوليسيوم، المكان اللي بتقام فيه القتالات بين البشر. وشكله كده بيفكر في حاجه. وفي الصباح هنا واللي معاه بيكون وصلوا اخيرا على ريم ومعاهم البضائع الجديده اللي هيبيعوها. بيجي لهم شخص كده وبيقول لهم انه مبعوث من سندباد وجاي علشان يوصلهم. بيستغربوا شويه بس بيقولوا له تمام. هنا بيقول لهم انا ورورم هننزل البضائع وانتوا سبقوني على المكان. لسه هياخدوا كوكوروكو معاهم ولكن الواضح كده انه بيبقى اتعلق بجعفر. جعفر بيقول لهم مفيش مشكله سيبوهولي وانا هاخد بالي منه. المبعوث بعدها بياخدهم على مبنى الكوليسيوم وبيتصدموا من اللي هم شايفينه. اللي بيعملوا سندباد هنا المبعوث ساعتها بيبدا يعرفهم ان العروض اللي سندباد كان بيعملها علشان يرفع الايرادات ما بقاش في اي مسرح يقدر يستوعبها، وده اللي قاد لان اول عرض من نوعه يحصل في تاريخ الكوليسيوم. وفي خلال ما هم بيتفرجوا جعفر بيلاحظ ان كيكيروكو اختفى. بيروح يدور عليه في القبو والصدمه انه بيلاقي احد وحوش الكوليسيوم قبض عليه. جعفر اول ما يشوفه بيصرخ الوحش هو كمان بيصرخ وكيكيروكو بيبدا يعيط. جعفر ساعتها بيطلع سلاحه وبيدخل على السجن. بيقول انا لازم انقذه. بيهجم على الوحش وبيتحرك حواليه بسرعه كبيره. بيستخدم تقنيه شاملاش وبيحاول يصيبه ولكنه بيخاف لا تيجي في الطفل وبيخطئ اعضائه الحيويه. الوحش وقتها بيمسك جعفر وبيهبده في الارض. جعفر وهو واقع على الارض بيقول على الرغم ان كل اللي بعرف اعمله هو القتل لكني فشلت في اني اهزم وحش زي ده. كده انا ما عادش فاضل اي معنى لحياتي. ولكن في الوقت ده بيفتكر كلام سندباد ليه. بيفتكر اللي عمله علشانه وانه خاطر بحياته علشان ينقذه. ساعتها بيمسك سلاحه وبيدوس على نفسه وبيقوم. بيقول انا ما بقتش نفس الشخص ده. سببي للحياه ما عادش زي زمان. اللي المفروض اعمله دلوقتي مش القتل لا بل ان احمي اصحابي وانقذ كيكيروكو. في الوقت ده المنى بتبدا تتجمع حواليه جزء من قوه بعلي بينتقل لسلاحه. السلاح بينور والواد بينطلق على الوحش وبيكتفه بالسلاسل. بيستخدم نفسه هجوم سندباد وجسم الوحش كله بيتكهرب وبيقع على الارض. وبكده يبقى نجح في انه يهزمه وينقذ كيكيروكو. جعفر بقى هو كمان بيكون جاب اخره وبيغمى عليه. وبعد شويه سندباد بيفوقه وبيقول له ما تقلقش على الطفل انا سبته مع فيتل ومهاد والحمد لله ما حصلوش اي حاجه. كل ده كان بفضلك انت يا جعفر. جعفر بعدها بيحكي له على اللي حصل معاه وان في برق خرج من سلاحه اثناء قتاله مع الوحش. سندباد بيشوفه وبيقول له ده نفس العلامه اللي موجوده على سيفي. يبدو كده ان بعل اعطاك قوته وده يخليك اول محارب يستخدم قوه الجن من غير ما يبقى فاتح برج. عاش عليك يا جعفر. بيرجعوا بعدها على البيت ورورهم متدمره
بتغمض له جراحه وبتشكره لانه خاطر بحياته علشان ينقذ كيريكو. بتقول له انت فعلا واد طيب وشجاع يا جعفر، انا متاكده انك هتصبح شخص عظيم يقدر يجاري سيده. وفي الصباح المبعوث بياخدهم على الشركه اللي سندباد اسسها، والعيال بيتصدموا اول ما بيشوفوها، شركه سندوريا التجاريه. هو لحق يعمل كل ده امتى؟ سندباد بيخرج لهم بعدد كبير من المجوهرات وبيقول لهم مساكم لذيذ، مش قلت لكم سيبوا الموضوع ده عليا؟ كده هنقدر نتاجر في ريم او حتى في اي مكان في العالم، وكل ده كان بفضلك انت يا معلمي. العيال مستغربه، ده مين ده كمان؟ هارون بيقول له للاسف انا دلوقتي مضطر ارجع لبلباد، بصراحه الموضوع محبط بس لازم نودع بعض هنا، وما تنساش لو حصل وجيت على بلباد فروح على القصر الملكي مباشره، واكيد طبعا هتيجي علشان تتاجر مع بلدي. بيودعه بعدها وبيقول له خد بالك من نفسك يا سندباد، وبعدها بياخد بعضه وبيغادر. وبعد ما بيمشي بيقولوا له هو مين الراجل ده بالظبط وليه حوالي كل العدد ده من الحراس؟ بيقول لهم ده ملك بلباد، علمني حاجات كتيره وساعدني افتح الشركه. يا ابن المجنونه، هو ايه اللي حصل بالظبط في الكام شهر اللي سيبناك فيهم؟ بيقول لهم سيبكم انتم من التفاصيل الصغيره دي، كده احنا هنقدر نتاجر براحتنا. هدفنا هو انشاء دوله، وعلشان نحقق ده فاحنا محتاجين نتاجر ونتاجر علشان نحصل على ايرادات كافيه وننشئ دولتنا. من هنا ورايح هيبدا تحدي جديد. وزي ما الملك هارون اقترح عليه، فسندباد قام بنشر سيرته الذاتيه كنوع من الاعلان انه هيبدا تجاره، ولكن سرعان ما تحولت السيره دي لعمل ادبي واتعرفت بعدين بمغامرات سندباد. وبكده يا صديقي هتبدا رحله جديده لبطلنا سندباد هو واصحابه في انهم يلاقوا بلاد جديده ويتاجروا معاها. وزي ما الملك هارون اقترح عليه، فسندباد نشر سيرته الذاتيه كنوع من الاعلان انه هيبدا تجارته الخاصه، ولكن سرعان ما تحولت السيره دي لعمل ادبي واتعرفت بعدين باسم مغامرات سندباد. بتعدي سنتين وسندباد واصحابه بينطلقوا في مغامره جديده بهدف انهم يتعاونوا مع بلاد جديده ويوسعوا تجارتهم. بيوصلوا فعلا على المكان المقصود واللي تبقى مملكه ساسان، مملكه بعيده منعزله عن العالم وموجوده في وسط الجبال، ولكن في نفس الوقت فهي بتمتلك اجود انواع المعادن وبوفره كمان. فضلوا طول الفتره دي منغلقين على نفسهم ورافضين اي تعامل مع العالم الخارجي، ولكن مؤخرا بداوا يستجيبوا للتعاون مع امبراطوريه ريم. وعلشان كده لو سندباد واللي معاه كان اول ناس يعملوا معاهم معاهده تجاريه، فده يخليهم يجنوا ارباح طائله من ورا الموضوع. بيفضلوا ماشيين في طريقهم وهنا بيبقى قلقان لانهم سابوا الشركه وكل حاجه لفيت الامهات. اي نعم نورهم معاهم بس مش هتبقى فاضيه بسبب تربيتها للطفل، ولكن سندباد بيطمنه وبيقول له فيت المجتهد في شغله كمستشار مالي، ومهاد كلامه قليل لكنه طيب وبياخد باله من الناس. وبعدين مش دي اول مره نيجي هنا، لازم الرئيس بنفسه يكون متواجد، مش كده برضه ولا ايه؟ وعلى الرغم من كلامه ده صديقي لكنه بيتحجج علشان عايز يخوض مغامره جديده مش اكتر. بيوصلوا اخيرا للقمه، اول ما بيشوفوها بيتصدموا، هي دي ارض النقاء مملكه ساسان. وبنعرف ان تم تسميتها باللقب ده نتيجه لان سكانها قرروا انهم يقطعوا علاقتهم مع العالم الخارجي بحجه انه ملوث، وبكده حصلوا على لقب ارض النقاء. بيفضلوا يتمشوا فيها وبيكونوا منبهرين من مدى غنى شعبها، ولكن بيلاحظوا ان الناس بيكونوا خايفين منهم وبيحاولوا يتجنبوهم. بيجي لهم واحد من الفرسان وبيقول لهم ان الاشخاص اللي من الخارج ممنوعين من اجراء محادثه مع سكان ساسان. بياخدهم بعدها لواحد من المسؤولين وسندباد بيعرض عليه فكرته، ولكنه بيرفض وبيقول لهم ان ساسان ما عندهاش اي نيه للتجاره مع بلد تاني. جعفر بيقول له بس احنا سمعنا ان في جزء من الحديد وبعض الموارد اتبعتت لامبراطوريه ريم. بيقول له دي ما كانتش تجاره، ولكن الموضوع كان اشبه بانه دليل على الصداقه بين البلدين. فامبراطوريه ريم اظهرت اهتمام وتفاهم كبير للمعتقدات بتاعتنا. ما دام فهمتوا يبقى يلا امشوا من هنا. ولكن سندباد بيشغل دماغه وبيقول له في الحاله دي عايز اعرف ايه اللي لازم اعمله علشان ابقى صديق لساسان، انا عايز اتفهم معتقداتكم من كل قلبي. الراجل ساعتها بيقرر يساعده وبيقول له ان ساسان ما بترفضش اي حد عايز يعتنق عقيدتها، ولو انت فعلا عايز تكون علاقه وديه فروح لفرسان ساسان، هم دول اللي بيكونوا العقيده، وابرزهم هو ملك الفرسان داريوس ليوكسس. لو اعترف بيك فوقتها هيقبلوك معاهم. وفعلا بنشوف ان الفرسان بيبقوا معديين من المكان، وفي خلال كده كل من سلاح سندباد وسلاح قائد الفرسان بينوروا وبيتفاعلوا مع بعض، يعني معنى كده ان هو كمان فاتح برج. سندباد ده بيحاول يتكلم معاه ويعرفه على نفسه ولكنه مش بيديه اي اهتمام. بيقول له انا تاجر من ريم واسمي هو سندباد، عايز اتكلم معاك شويه. الفرسان وقتها بيعترضوه، سندباد بيقول لهم يا جدعان والله انا مش حرامي، انا عايز اكون علاقه وديه مش اكتر. بيقولوا له لو ما احترمتش نفسك هنخلص عليك هنا. ليوكسس وقتها بيتدخل وبيقول لهم ما تلوثوش اسلحتكم بواحد ما يعرفش يعني ايه اخلاق، وبياخدوا بعضهم وبيمشوا. بيروح بعدها على القلعه وبيفضل يزعق وبيطلب منهم يدخلوه، ولكن لا حياه لمن تنادي. بيقول له انا حلمي ان اكون فارس، انا ابويا اصلا كان فارس. بيحاول يدخل بالعافيه ولكن الحراس بيدوا على عينه. بيجي الليل وبيروحوا يستريحوا جوه احد الحانات المخصصه للاجانب. جعفر بيقول له يا ريت تكون اتعلمت حاجه من اللي حصل لك النهارده وتبطل تهور، مش هستغرب لو طردونا من البلد بسبب عمايلك. سندباد بيقول له فهمت، في المره الجايه لو ما سمعونيش هلجأ للعنف. جعفر هيتجنن، يا ابني بقول لك هيطردونا. وفي خلال كده بيبقى في شخص مستخبي ورا البرميل وبيشاهد محادثتهم هم الثلاثه، واظن انت خمنت من لون شعره ده ابن مين. وبنعرف ان ممنوع عليهم يغادروا المبنى ده بالليل لانهم اجانب. جعفر بيقول لهم انا مش شايف ان في اي تطورات هتحصل مع الفرسان، يا ترى ايه العمل دلوقتي؟ ولكن سندباد ما بيكونش معاه اصلا ومركز مع البنات، مفيش
فايده فيه. في الوقت ده بيجي لهم الشخص اللي كان بيراقبهم وبيقول لهم لو سمحتوا ينفع اقعد معاكم، انا عايز اتكلم معاكم بخصوص العالم الخارجي. صاحبه المكان وقتها بتيجي وبتشده من قفاه، بتقول له قلت لك مليون مره ان ده مبنى مخصص للاجانب، حاول تقدر وضعي ولو شويه، انت ابن ملك الفرسان ولو ابوك عارف مش بعيد يخلص عليا. العيال وقتها بيتصدموا. ابن الملك مره واحده بيقعدوا بعدها وصاحبه المكان بتعرفهم ان الشخص ده يبقى ابن ملك الفرسان الحالي داريوس لوكسس واسمه امستراس. يا ريت تغادر بسرعه قبل ما ابوك يعرف انك هنا. ولكن الواد بيرفض وبيقول لها انا مش همشي من هنا قبل ما اعرف كل حاجه عن العالم الخارجي. سندباد وقتها بيتدخل وبيستخدم قدراته وبيقنعها تسيبهم يتكلموا شويه وبعدها هيغادر على طول. بيعزموا على الاكل بعدها والواد حرفيا بيبلع اي حاجه قدامه. نخش بقى في المهم وجعفر بيقول له يا ترى هو السبب اللي خلاك عايز تتكلم معانا. بيبدا يحكي لهم وبيقول لهم ان فرسان سسان ممنوع عليهم يغادروا البلاد بسبب العقيده بتاعتهم. بما انه ابن ملك الفرسان فالموضوع بينطبق عليه اكتر من اي حد، ولكن انا مش عايز افضل محبوس هنا لباقي حياتي، عايز اعرف اكتر عن العالم الخارجي. سندباد وقتها بيضحك وبيقول له اعرفك بنفسي، اسمي هو سندباد رئيس شركه سندوريا وواحد من فاتحين الابراج. بيديله السيره الذاتيه بتاعته وبيقول له بما اننا بالليل فانا هوريك حاجه ممتعه. بيبدا في استخدام قوه بعل وبيعرفه ان دي حكايه الشخص اللي قدر يفتح البرج ويكتسب قوه الجني، حكايه المغامر الاول سندباد، وبيأدي له العرض بتاعه. مستراس بعدها بيرجع وبيبقى مبهور من اللي هو شافه، بيقول انا عمري ما شفت حاجه زي كده. بيفتكر لما قرأ سيرته الذاتيه بيقول له انت عملت كل ده وانت في سن يعتبر انت ما فيش حد زيك في البلد دي. سندباد وقتها قال له هو انت بتكره البلد دي؟ بيقول له البلد دي مقيده بتعليمها وما فيش فيها حريه، انا عندي اشوف العالم الخارجي حتى لو هموت بدري على ان افضل محبوس هنا طول حياتي. انا كمان عايز الف العالم، عايز اشوف الاراضي الغير معروفه، ايوه انا كمان هروح للعالم الخارجي مهما حصل. وفي الصباح مستراس بيحاول يتسلل من القلعه علشان يروح يقابل سندباد واللي معاه، ولكن ابوه بيشوفه وبيقول له رايح فين في الوقت ده؟ انا سمعت انك اتسللت بره القصر امبارح بالليل، انا عارف انك مهتم بالعالم الخارجي من زمان، ولكن فارس فخور زيك مش مسموح لي انه يغادر الارض دي، احنا تعليمنا فوق كل حاجه، علشان كده لازم تبطل اللي انت بتعمله ده وتبص لمستقبلك، ولا انت ناوي توري المنظر ده لاخوك كتير؟ من هنا ورايح عايزك تفكر في افعالك وتحاول تبقى قدوه كويسه لاخوك الصغير. ولكن مستراس بيتعصب وبيقول له انا ما عادش قادر استحمل اكتر من كده، انا اكتفيت من التعليم واكتفيت من الفرسان، انا مش هكمل حياتي عايش في نص الجبال، انا عمري ابدا ما هنضم للفرسان. ابوه وقتها بيضرب القلم على وشه وبيقول له الظاهر كده اني ما عرفتش اربيك، وبياخد بعضه وبيمشي. مستراس بعدها بيروح لسندباد واللي معاه وبيترجاهم ياخدوه معاهم للعالم الخارجي. جعفر بيقول له لو علينا فاحنا عايزين ناخدك، بس احنا جينا هنا علشان ناسس تجاره مع سسان، ولو اخدناك معانا فملك الفرسان استحاله يوافق. وفي خلال كده سندباد بيلاحظ ان في حد بيراقبهم وبيقول له اظهر نفسك، وبيطلع هو اخو مستراس وبيدعى سبارتوس، بيقول له انت اخويا الكبير وانا فعلا بحترمك، علشان كده ارجوك خليك في سسان، انت الوحيد اللي تقدر تكمل من بعد ابونا وتحكم سسان بشكل صحيح. مستراس بيقول له تقدر انت تبقى الملك لو انت عايز، انا ما عنديش رغبه اموت في مكان زي ده. سندباد بيقول له انا موافق اخدك معايا، بس مش هعملها في السر، دي مشكلتك ولازم انت اللي تحلها. مستراس بيقول له عارف انا اصلا كنت ناوي على كده من الاول، في طريقه واحده بس علشان تقدر تغادر الفرسان ويسيبوك عايش. بينادي لاخوه بيقول له ارجع وعرف ابونا اني ناوي اسيب الفرسان بشكل رسمي. وبالليل هنا بيروح يتكلم معاه بيقول له الابات متعبين مش كده؟ انا كمان حالتي كانت مشابهه لحالتك، ابويا كان الزعيم وكان عنده اخت صغيره خاف عليها، ولكن وعلى عكسك فانا كنت خايف جدا اخرج من القريه. عموما اعتقد ان الاب هو كيان لازم تتغلب عليه في يوم من الايام. وفي الصباح بيخرجوا من الفندق وبيتفاجئوا بيونان مستنيهم. سندباد بيتصدم وبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ بيعرفهم عليه بيقول لهم ان اسمه هو يونان ويبقى رحاله، وهو اللي كان ارشدني البرج بعلى قبل سنتين، مع اني بصراحه ما اعرفش هو مين لحد دلوقتي. يونان بيقول له اه يا واطي، مع اني كنت براقبك طول الوقت ده، انت حصلت على قوه جني كمان مش كده؟ سندباد متفاجئ، حتى دي عارفها، انت فعلا شخص غامض، يا ترى ايه اللي جابك المره دي؟ يونان بيقول له انت اكيد عارف بس مؤخرا بدا يظهر العديد من الابراج في جميع انحاء العالم، والموضوع ما بقاش مقتصر على المغامرين بس، حتى الاسر الحاكمه المختلفه البلدان بدا هم كمان في تحدي البرج واكتساب قوه الجني. البلدان العظمى زي امبراطوريه ريمب وامبراطوريه كو، وممالك صغيره زي ارتميريا وهيلوهابت، وما ننساش كمان مسقط راسك بارتفيا، حتى مملكه تساني اللي احنا فيها، انت ما بقتش الوحيد اللي بيمتلك قوه الجن يا سندباد. جعفر بيقول له ثانيه واحده، هو مملكه تساني عندها فاتح؟ بيقول له ايوه، ملك الفرسان داريوس لوكسس، يا ترى انت مخطط تواجه فاتح زيك ازاي يا سندباد؟ بيقول له انا جيت هنا علشان التجاره مش اكتر، مش مهم اذا كان ملك الفرسان فاتح او لا، كل اللي عايزه نتكلم معاه، بالعكس كده الموضوع هيبقى ممتع اكتر. المانا وقتها بتبدا تتجمع حواليه يونان بيقول له انت ممتع كالعاده، متحمس اعرف ايه اللي هيحصل لما اتنين من فاتحين الابراج يقابلوا بعض، وبيختفي من قدامهم. جعفر بيتخض وبيقول لهم هو راح فين؟ هو مش كان هنا دلوقتي؟ يا ترى مين هو يونان ده؟ وعلى الناحيه الثانيه مسترس بيبقى عمال يتحدى في الفرسان ويهزمهم واحد ورا الثاني لحد ما خلاص ما عادش فاضل غير ابوه. كل الفرسان بيبقوا مصدومين، من امتى هو بالقوه دي؟ بينادى على ابوه بيقول له يلا تعالى لي، لو فزت عليك هبقى حر وهقدر اروح على العالم الخارجي. وبنعرف ان الطريقه الوحيده لمغادره الجماعه عن طريق تحدي جميع الفرسان وهزيمتهم في نزال فردي، وطبعا من ضمنهم ملك الفرسان، ولو قدر يفوز عليهم فوقتها للحريه انه يعمل اللي هو عايزه، ولكن في المقابل لو خسر فراسه هتتقطع. سندباد واللي معاه بيوصلوا وبيعرفوا من الحارس ان الخسران راسه هتتقطع، وفعلا كل من مسترس وداريوس بياخدوا وضعيتهم وبيستعدوا للقتال. بتبدا المعركه، مسترس بينهال عليه بوب السريع من الضرب
الضربات. كلهم متفاجئين. بيقول له ايه رايك في المهارات اللي انت علمتها لي؟ انا فضلت اسكل فيها علشان يجي اليوم اللي هزمك فيه. داريوس بيقول له انا بعترف انك قوي ولكن ده مش كفايه علشان تهزمني. مسترس بيهجم عليه والتاني وقتها بيستخدم قوه جن الشمس اليسيس وبيعكس له الضربه. الفرسان كلهم مصدومين. هي دي القوه اللي ملك الفرسان وحده يقدر يستخدمها وبيبقوا مفكرين ان هو الوحيد اللي قدر يفتح البرج ويحصل على قوته. مسترس بيقوم وبيقول انا حاسس اني شفت القوه دي مره قبل كده. بيفضل يهجم عليه ولكن كل هجماته بتتصد بسبب قوه الجني. بيقرر ساعتها انه يخاطر وبيرمي بالرمح عليه وبعدها بيلف من وراه وبيسدد له لكمه بكل قوته ولكنها للاسف بتتصد برضه. داريوس بيقول له انا هرجع لك القوه دي وبيلزقه في الحيطه. بيروح عليه بيقول له بقى هو ده اخرك؟ بيرفع رمحه وبيقول له كنوع من المجامله فانا هخلص الموضوع بسرعه. لسه هيقتله ولكن سندباد طبعا مش هيسكت. بيقول له خلينا نوقف المبارزه دي شويه. فيا ترى ايه اللي هو ناوي عليه صديقي؟ بعد ايقاف سندباد للنزال باقي الفرسان بيتجمعوا عليه وبيحاولوا يعتقلوه ولكن سندباد وقتها بيرفع سيفه وبيوقفهم كلهم بقوه بعل. داريوس وقتها بيعرف ان هو كمان فاتح برج. بيقول له المعركه دي جزء من تعليمنا المقدسه، يا ريت دخيل زيك ما يتدخلش فيها. سندباد بيقول له يا ترى القوه اللي انت حصلت عليها بعد فتحك للبرج جزء من التعليم برضه؟ انا مش هنكر ان من حقك تعمل اللي انت عايزه بيها ولكن في الحقيقه اي حد يقدر يحصل على نفس قوتك لو فتح البرج. معنى كده ان القوه دي مش مرتبطه بالتعليم بتاعتكم ومش من حقك انك تستخدمها في المبارزه. داريوس بيقول له انت تطلع مين بالظبط؟ بيقول له سندباد تاجر بيسافر في جميع انحاء العالم وكمان فاتح زيك، ما تيجي نتقاتل؟ لو انت فزت تقدر تتخلص مني بالطريقه اللي تعجبك ولكن في المقابل لو انا اللي فزت مسترس هيجي معايا وهتعمل عقد تجاري مع الشركه بتاعتي. كل الفرسان بيبقوا مستغربين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. هو مش المفروض ان ملك الفرسان هو بس اللي يقدر يستخدم القوه دي؟ جعفر وقتها بيفهم اللي سندباد عايز يعمله فوفقا لتعليمهم ملك الفرسان هو الوحيد اللي بيقدر يستخدم قوه الجني ولكن دي مش الحقيقه. فبمجرد ما يشوفوا ان في اكتر من شخص بيقدر يستخدم نفس القوه هتبدا الشكوك حوالين ملك الفرسان تزيد وبالتالي هيشكوا في التعليم ذات نفسها. يعني من الاخر سندباد بيحاول يهدم عقيدتهم. داريوس بيقول له انت فعلا شخص وقح. اعدام مسترس ممكن يتاجل ولكن ما اقدرش اتجاهل حاجه ممكن تاثر على البلد باكملها. انا بقبل النزال بتاعك. مسترس بيحاول يحذر سندباد وبيقول له اوعى تقاتله، مفيش فايده من اي هجوم تشنه ضده. فالقوه اللي عنده بتخليه محمي من جميع الاتجاهات وكل ما زادت قوه هجومك كل ما كان انعكاسها اقوى. حاجه كده شبه قوه مليودس. جعفر وهنا بيطمنوه وبيقولوا له ما تقلقش. سندباد بيستفزه عن قصد، اكيد عنده خطه مخبيها. في الوقت الحالي ثق فيه وبقوته. وفعلا بتبدا المعركه والاثنين بيتبادلوا الضربات مع بعض. سندباد بيتفادى هجماته برشاقه وبيهاجمه بقوه بعل ولكن داريوس بيتصدى لها وبيعكس له الهجوم من تاني. سندباد بيهجم عليه بكل قوته وداريوس بيفعل الحاجز بتاعه. كلا القوتين بيتصادموا ومحدش فيهم متفوق على التاني. الفرسان كلهم مصدومين، ازاي في شخص قادر يتقاتل مع ملك الفرسان بتساوي؟ سندباد وقتها بيضحك وبيقول لهم تساوي؟ انتوا شايفين فعلا اننا متساويين؟ خلونا اوريكم ايه هي القوه الحقيقيه للجني. في الوقت ده جسمه بيبدا في التضخم وطاقه مهوله بتنبعث منه. كل الحاضرين مرعوبين. بينادى على روح الغضب والبطوله بيطلب منه يسكن جوه جسمه ويحوله لمحارب عظيم. جعفر مصدوم ويقول معقوله يكون اتقنها؟ وفعلا بيكتمل التحول وهالته بتنفجر في المكان. هي دي اقوى تقنيه، التجهيز الكامل للجني. بيقول له عن طريق انك تغطي نفسك بقوه الجن بتقدر تخرج قوه الجن الكامله. خلينا نشوف هتقدر تستحمل قد ايه. في اللحظه دي سندباد بيرفع سيفه وبيجهز هجومه الحقيقي. البرق بيتكون خارج القصر وبيخترق السقف وبينزل على داريوس. داريوس مصدوم ومش قادر يصدها. هي دي قوته الحقيقيه. وبعد شويه بنشوف القصر وهو متدمر وكل من سندباد وملك الفرسان اختفوا. سندباد بيبقى شايله وطاير بيه في الهواء. بيقول الجو هناك كان دوش علشان كده قلت اغير المكان. احسن لك ما تتهورش، حاجز بالمستوى ده اقدر ادمره بكل سهوله. ولكن داريوس بيفضل مصمم فبيرميه من فوق. سندباد بينزل وراه وبيقول له عاش عليك والله، مش بس قدرت تصد البرق بتاعي لا وكمان قدرت تستحمل سقوط من ارتفاع زي ده. داريوس بيقول له ما تتغرش في نفسك، المعركه لسه ما انتهتش. سندباد وقتها بيعتذر منه وبيقول له الظاهر كده ان ما وريتكش فرق القوه اللي بيننا بما فيه الكفايه، كان لازم اوريك الهجوم ده من الاول. وفعلا بيرفع سيفه وبيطلق هجوم جبار ناحيه الجبال. داريوس بيفتح عينه وبيتصدم، 6 من الجبال اتنسفوا بضربه واحده. يا نهار ابيض، ده ايه العظمه دي كلها؟ سندباد بيقول له فهمت، لو انا هدفي كان الحرب كان زمان ساسان اختفت منها على الخريطه وشخص زيك لسه ما اتعلمش تجهيز الجن بتاعه ما كانش هيقدر حتى يقف في وشي. داريوس بيقول معقوله فرق القوه بيننا كبير للدرجه دي؟ انت مين وناوي على ايه بالظبط؟ بيقول انا هدفي اني اسس علاقه تجاريه معاك ومشاكل تحالف مع البلد دي، هي دي كل امنيتي. في البدايه انا عايز اتاسف لك على تصرفي الوقح، بس دي كانت الطريقه الوحيده علشان اقدر اتكلم معاك على انفراد. انا اسف على تصرفي الوقح. كده اخيرا نقدر نخش في الموضوع الاساسي. حاليا ففي عدد كبير من الناس في مختلف بقاع العالم بداوا في فتح الابراج واكتساب قوتها. القوه دي هتاثر على توازن القوى في المستقبل وهتؤدي في النهايه لاحداث خلل في العالم، وحتى ساسان مش هتكون استثناء. كده هتتجروا للحرب، ولكن انا مش عايز الحرب، انا عايز اغير العالم ده وانهي كل الحروب.
عايز اخليه مكان يعيش في الناس والبلدان في سلام مع بعضهم. داريوس بيقول له انت بتحلم، عالم زي ده من المستحيل تحقيقه. سندباد بيقول له انا هحققه قريب جدا، هنشئ دوله وهبقى ملك، وعلشان كده فانا محتاج لناس يشاركوني حلمي، صحابي يغيروا العالم معايا، وعلشان كده فانت يا ملك الفرسان قوتك مطلوبه. وعلى الناحيه الثانيه جعفر وهنا بيكونوا محاصرين من قبل الفرسان وبيقولوا لهم ملك الفرسان بقاله اكتر من ساعه غايب، لو ما رجعش فانتوا اللي هتدفعوا الثمن. ولكن فجاه صاعقه كهربائيه بتنزل عليهم وكل من سندباد وداريوس بيوصلوا. الفرسان بيروحوا يطمنوا عليه وبيسالوا عن اللي حصل في المبارزه. داريوس لسه يقول لهم عن الحقيقه ولكن سندباد بيكذب وبيقول لهم انها انتهت بالتعادل. بعد قتالي انا وملك الفرسان ادركنا ان احنا الاثنين فاتحين للبرج وان مفيش فايده من الاستمرار اكتر من كده، علشان كده انتهت بالتعادل. الفرسان بيبقوا مضطربين وبيقولوا لهم مش المفروض ان ملك الفرسان هو الوحيد اللي يقدر يستخدم القوه دي. داريوس بيقول لهم وفقا للاساطير بتاعتنا فالبرج الاسطوري ظهر لما كان في ظاهره غير طبيعيه بتحصل في جميع انحاء العالم، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي. سندباد هو كمان يبقى واحد من اللي تم اختيارهم، وعلشان كده فانا عايز ارحب بيه في ساسان كصديق لينا بصفته شخص تم اختياره لحمايه العالم من الخطر. الفرسان بيقولوا له ارادتك يا اراده ساسان، كل فارس هنا هيلتزم بكلامك، وكلهم بينحنوا لسندباد وبيرحبوا بيه في ساسان، وبكده يبقى الموضوع انتهى على خير. وعلى الغروب داريوس بيروح يودع ابنه ومسترس بيقول له انا رايح مع سندباد. اي نعم انا ما قدرتش اهزمك بس انا مستعد اتخلى عن اسمي وبلدي لو ده معناه اني هغادر. داريوس بيقول له بصفتي ملك الفرسان وكأب ليك فانا كنت دايما بقيدك في البلد دي، وده لاني كنت مؤمن ان ده واجبي كأب ليك، ولكن في الحقيقه فانا ممكن كنت بغير منك. فانا كمان لما كنت في سنك كان في وقت اتمنيت فيه ان اشوف العالم الخارجي، ولكن وعلى عكسك فانا ما قدرتش اقول لاي حد على الموضوع، علشان كده روح انت يا مسترس كدليل على التحالف فانا بعينك في مهمه مرافقه سندباد. شوف انت العالم الخارجي وامشي فيه مكاني. مسترس وقتها بيتاثر وبيقول له انا بقيت قوي بسببك، لانك كنت دايما واقف قدامي زي الجبل قدرت اتمسك بحلمي، شكرا ليك على كل حاجه. بيروح بعدها قابل سندباد واللي معاه وبيقول لهم دلوقتي اخيرا هقدر اروح على العالم الخارجي، انا حاسس اني بحلم. سندباد بيقول له انا عارف انك متحمس بس ما تنساش ان عندك شغل كتير، فانت اللي هتبقى مسؤول عن التواصل مع ساسان. في الوقت ده اخو سبارتوس بيجي يقول له انت ليه ماشي من غير ما تقول لي؟ انت ليه دايما بتخبي الحاجات المهمه عني؟ هو انا مش اخوك يا ابني؟ مسترس بيقول له انت بتفكر كتير يا سبارتوس، كل الحكايه اني اتشغلت شويه مع نفسي مش اكتر. سبارتوس بيقول له مهما قالوا الناس عليك انت دايما كان هدفك تروح للعالم الخارجي وعملت كل اللي في مجهودك من غير ما تشتكي ولا مره، انا عارف كل ده علشان كده انا دايما كنت بحترمك، ولو انا ما عرفتش اشوفك تاني فوقتها هكون وحيد جدا. مسترس بيقول له ما تخافش، لما انت تكبر وتبقى فارس محترم وقتها احنا الاثنين هنلف العالم مع بعض، علشان كده وعدني انك ما تعيطش، مش هتبقى قوي لو فضلت تعيط، ده وعد بين فارسين. وبعدها بيودعوا بعض. سبارتوس ساعتها اخد قراره بانه هيبذل كل جهده علشان يبقى زي اخوه ويقدر يسافر في جميع انحاء العالم. وبالليل داريوس بيبقى مجتمع مع الفرسان وبيفكر في اللي حصل من ساعه وصول سندباد على هنا، بيقول في نفسه من ساعه ما هو وصل وعمل تغيير عمره ما حصل في تاريخ ساسان من مئات السنين. بيفتكر كلامه معاه بعد ما سندباد قال له انه محتاج قوته في تغيير العالم. داريوس وقتها رمى سلاحه وقال له الموضوع غريب، كل ما ابص لك افتكر الاسطوره القديمه بتاعتنا. الاسطوره بتقول ان في قديم الازل كان العالم مليان بالخبائث، سكان ساسان وقتها اجوا على هنا واستخدموا قوه الملك بتاعهم علشان يتخلصوا من كل الخبائث. الملك ده كان بيمتلك قوه عظيمه، قدر ينهي كل النزاعات اللي في العالم باستخدام قوته لدرجه انه انشأ مدينه قويه بيعيش فيها جميع الاعراق في سلام ووفاق، وده كان اول ملك قدر يوحد العالم. مش هو ده نفس اللي انت بتطمح ليه؟ بيقول في نفسه من هنا ورايح العالم ممكن يتغير، اي نعم هو فاتح ولكنه لسه مجرد طفل. هل يا ترى انا قابلت تحالفه علشان حسيته نفس الملك اللي في الاسطوره؟ وبالمناسبه يا صديقي الاسطوره اللي كان بيتكلم عنها مشابهه لقصه سيدنا سليمان، واللي ربنا كان مسخر له الجن والانس وكان واحد من الاثنين المؤمنين اللي حكموا الارض. وعلى الناحيه الثانيه مسترس بيبقى واقف قدام المحيط ومصدوم من منظره، بيقول لهم بصراحه انا كنت خايف شويه، كنت خايف ليكون العالم اللي انا عايز اشوفه مش قد توقعاتي، ولكن دلوقتي كل ده راح خلاص، انا عايز اعرف كل حاجه عن العالم. قولوا لي بقى احنا رايحين فين المره دي؟ جعفر بيقول له بخصوص ده فاحنا ناويين نروح على بلد صغيره زي ساسان، لا دي كمان اغرب منها لدرجه اننا حصلنا على تصريح الدخول بعد عناء كبير، مكان النساء فيه هم اللي بيحكموا البلد بدل الرجاله بقوه عذراء الحرب، مملكه السماء ارتميرا. معلش بقى يا مسترس زمانك كنت عايز تروح على مكان مشهور زي ريما او بارتيفيا، بس هي دي خطتنا بقى. ولكن مسترس بيبقى عمال يتراش وما بيردش عليهم. سندباد هو الوحيد اللي فاهمه، بيروح له وبيقول له ايه رايك في العالم الخارجي؟ جامد مش كده؟ مسترس بمناخيره اللي بتنزف من الحماس بيقول له ايوه. وبكده هتبدا رحله جديده لمملكه ارتميرا، مملكه بتقع في جنوب شرق القاره واراضيها بتضم اكبر الوديان في العالم، فضلت محجوبه ومعزوله عن العالم الخارجي، والسبب هو تضاريسها العملاقه زي ما انت شايف يا صديقي، واللي تعتبر منع طبيعي لاي حد يحاول يزورها او حتى يدخلها. بيدخلوا على الوادي بتاعها وبيقتربوا من المكان اللي هيرسوا فيه. كل من سندباد ومسترس بيبقوا متحمسين ليها ومن مدى ضخامتها، بيلاحظوا عصفور صغير طاير في السماء وشكله غريب، ولكن ده مش صغير، لا ده حرفيا عملاق اضخم حتى من السفينه نفسها. وعلى ما
متن وفي بنتين من مملكه ارتميرا بييجوا يتكلموا معاهم وبتقول لهم يا ترى هل هتقدروا توصلوا؟ في المره اللي فاتت الرجاله ما كانوش قادرين حتى يمشوا من التعب وفضلوا يتراشوا زي العيال الصغيره. سندباد طبعا ما بيعرفش يسكت وبيروح يعكسهم. البنات وقتها بيتكسفوا من نظراته وبيسيبوهم وبيمشوا. كده انا بقى عندي سبب زياده علشان اوصل على ارتميرا. بيوصلوا فعلا على المكان اللي هيرسوا فيه وسندباد ومسترس بيكونوا متحمسين لعبور الوادي ده النهارده وبينطلقوا بكل حماسه ونشاط. وعلى الغروب بنشوف سندباد وهو ماشي ساند على العكاز وفقد الشغف. مسترس وجعفر بيقولوا له ايه اللي مخرك يا عم؟ عايزين نوصل النهارده. سندباد مش قادر يتحرك وبيشتمهم في سره. فواحد فيهم كان سفاح قبل كده والتاني كان عايش في الجبال، طبيعي يعني ما يتعبوش. بيقع على الارض وبيقول لهم انا خلاص ما عادش قادر، الجو حر وانا تعبت، خلونا ناخد استراحه هنا. بينادي على هنا بيقول له ما تشيلنا على ظهرك يا اسطى، ولكن هنا اصلا ما بيكونش قادر يشيل نفسه. فالكونو كان عايش في القطب الشمالي فهو ما بيقدرش يستحمل الحراره والرطوبه، ولكنه بيدوس على نفسه وبيقول هستحمل علشان مراتي وابني. في الوقت ده سندباد بتيجي في باله فكره ذكيه وبيمسك السيف. بيفعل تجهيز الجن وبيقول لهم انا بقدر اطير في الوضع ده، هسبقكم انا بقى يا شباب. ولكن جعفر بيكلبشه وبيجيبه من قفاه. انت بتعمل ايه يا عم؟ بيقول له بص ايدك قدر الوضع شويه، احنا هنا في ارتميرا ومحدش يعرف حاجه عن تجهيز الجن ولا الاوعيه المعدنيه، لو حد شافك وانت طاير هيفكرونا اعداء. ابوس ايدك قدر الوضع شويه، مش انت لوحدك اللي تعبان هنا، انا كمان تعبت من الحراره والمشي. سندباد يعني بيفضل يصيح ويستنجد ولكن لا حياه لمن تنادي. بيكلبشوا بعدها بالسلاسل وبيكملوا طريقهم غصب. بيجي الليل والعيال بترتاح شويه وبعدها بيكملوا طريقهم من تاني. واخيرا وبعد تعب ومعاناه بينجحوا في عبور الوادي وبيوصلوا على وجهتهم مملكه ارتميرا. سكان البلد اغلبهم ستات وبيعيشوا في انفاق محفوره جوه الوديان وبيستخدموا الطيور كوسيله للتنقل. وفي خلال ما هم واقفين بيجي من وراهم طائر عملاق والمفاجاه ان اللي سايقاه بنت صغيره. بيقرروا انهم هيروحوا يقابلوا الملك على طول، ولكن بعد ما يستحموا الاول من ريحتهم المنتنه دي بيروحوا يسالوا على اي مكان يقدروا يستحموا فيه، ولكنهم بيعرفوهم ان مفيش اي فنادق هنا، وده لان نادرا لما بيجي لهم زوار. يا نهار ابيض، يعني هنفضل بريحتنا دي كتير؟ بتقول لهم ممكن تستحموا في النهر اللي في اسفل الوادي احسن من مفيش. وبعد ما بيخلصوا بيتوجهوا على القصر الملكي وبيقابلوا الحارسه اللي على الباب. بترحب بيهم وتقول لهم الملكه مستنياكم، اتفضلوا من هنا. وصحيح الملكه مش في افضل مزاج علشان كده خدوا بالكم من كلامكم. بيدخلوا فعلا وسندباد والباقيين بينحنوا ليها وبيقولوا لها ده شرف لينا اننا نقابلك. سندباد بيعرفها بنفسه وبيقول لها على اسمه انه صاحب شركه سندوريا التجاريه، احنا هنا على امل تاسيس علاقه تجاريه مع البلد بتاعك. بيفضلوا يتكلموا ولكن الغريب ان الملكه بتفضل ساكته وما بتتكلمش. جعفر بيستغرب وبيقول لها واحنا عملنا حاجه ضايقت جلالتك؟ في الوقت اللي الحارسه اللي وراهم بتبدا تضحك. بتروح على كرسي العرش وبتشيل الدمى اللي كانت عليه وبتقعد هي مكانها. ايوه يا صديقي، البنت دي هي ملكه ارتميرا، ميرا ديانوس ارتمينا. من اولها كده بتقول لهم دايما اغلب الزوار بيستهينوا بيا ويحتقروني لان ست، علشان كده بحب اعاقبهم من البدايه. اهلا بيكم في ارض السماء. بس ايه ده انتوا كلكم رجاله؟ في الرسائل اللي كانت بتجيلي اتقال ان مستشار الشركه هي امراه بتدعى رورم، هي ما جاتش معاكم ليه؟ جعفر بيقول لها للاسف هي حامل حاليا علشان كده كانت مضطره تفضل في الشركه. بتقول لهم ايه الملل ده؟ امشوا من هنا، ما عنديش اي رغبه في اني اتكلم مع رجاله، الرجاله هنا علشان التكاثر مش اكتر. اما ست مفتريه وصحيح. جعفر بيطلب منها انها تديهم فرصه ولكنها بتقول له مش عايز اسمع حاجه تانية، يلا خدوا بعضكم امشوا من هنا. سندباد وقتها بيقوم بيقول لها استني لو سمحتي. بيبدا يقرب عليها وبيقول لها انت متعصبه ليه؟ انا عمري ابدا ما اخونك. في اللحظه دي جعفر والبقيه ادركوا الكارثه اللي هتحصل. بيمسك ايديها بيقول لها ان انا اعمل كل اللي اقدر عليه لمصلحه بلدك ولمصلحتك انت شخصيا، ثقوا فيا بعد اذنك. بيبتسم لها ابتسامته المغريه والملكه وقتها بتفهم كل حاجه. بتقول له هي دي بقى الطريقه اللي انت بتغري بقى الستات مش كده؟ بيقول لها صدقيني انا مش زي باقي الرجاله. بتقول له انت فهمت غلط. بتحط الرمح على رقبته وبتقول له انا اللي اقرر اذا كنت زيهم او لا. بقى كنت عايز تغويني انا؟ ده انا هفشخك، هوريك الرعب الناتج لما تحاول تخدع اي ست هنا. وفجاه عدد كبير من الحراس بيخرجوا وبيحاصروهم من كل اتجاه. الملكه بتقول لهم خدوهم بعيد، ولكن في الوقت ده الرمح بتاعها بيبدا يتفاعل مع سيف سندباد علامه على انها هي كمان فاتحه البرج. بتقول له بقى انت كمان ملك مرشح، مفاجاه غير متوقعه بالنسبه لي، على الاقل ما طلعتش مجرد راجل عادي، بس ده ما يغيرش حقيقه انك اهنتني. بتاخد منه سيفه وبتامر الباقيين انهم يقلعوهم كل هدومهم. بتاخدهم على وادي كده وهم عريانين وتقول لهم ان ده هو اعمق وادي في المملكه كلها، وبيطلق عليه لقب وادي الموت، مفيش حد رجع منه عايش قبل كده. يا وقع سودا. وفي خلال كده بتيجي بنت المسترس وبتقول له لو رجعت عايش ابقى اخرج معاك، بس ده لو رجعت اساسا، وبتزقه من فوق. سندباد والباقي هم كمان بينطوا وراه، وهنا هو الوحيد اللي قرروا يسيبوه، وده علشان يفحصوا بنيه جسده الاستثنائيه. وبصراحه ربنا يكون في عونه صديقي، فعلا ان كيدهن عظيم. وعلى الناحيه الثانيه سندباد واللي معاه من حظهم بيكونوا وقعوا في الميه وقدروا ينجوا من السقوط. بس السؤال الاهم دلوقتي هم ازاي هيخرجوا من هنا؟ لازم نلاقي مخرج. ولكن سندباد ما بيكونش فارق له كل ده، وبيقول لمسترس هي البنت دي كانت بتقول لك ايه بالظبط؟ بيقول له مفيش، زقتني وخلاص. قال له لا انت مخبي حاجه، البنت قامت لك بحاجه قبل ما تزقك انا متاكد. وحرفيا الاثنين في عالم موازي.
جاهزين. طب البسوا حاجه الاول. وبعد شويه بيروحوا يلبسوا شويه ورق شجر وبيبداوا في استكشاف المنطقه، وبعد كام ساعه بيكونوا خلاص جابوا اخرهم من التعب. المشكله ان حتى جدران الوادي مغطاه بالطحالب، يعني من المستحيل تسلقوا، ده غير ان مفيش اي حيوانات يقدروا ياكلوها. مسترس بيطلع لهم حتتين لحمه وبيقول لهم ده اخر حاجه معايا، فور سنس ساعد دايما بيحتفظوا بطعام للطوارئ، كلوها انتوا بالهنا والشفا. جعفر بيقول له لا دي بتاعتك انت يا مسترس، لازم تاخد واحده على الاقل. بيشكره بيقول له بصراحه انا كنت هموت من الجوع. سندباد بقى بيحس على كرامته شويه، بيقول له خد انت الثانيه يا جعفر، ما ينفعش اخد الاكل من اصغر واحد فينا. جعفر بيقول له شكرا لاهتمامك، بس ما تقلقش عليا، لما كنت شغال سفاح كنت اوقات بقضي ايام من غير اي اكل. سندباد بيقول له ايه ده فعلا؟ يبقى هاكلها انا. مسترس بيقول له بقى مش عيب عليك، بص على جعفر بقى عامل ازاي، الواد بقى لحمه على عظمه وعايز تاكل اكله، وبياخدوها منه. بيجي الليل وفي خلال ما هم نايمين بيحسوا بصوت حاجه غريبه، بيصحوا بتصدموا بتعابين في كل حته حواليهم. يا نهار ابيض، ويبدو كده ان ده اساسا مستنقع تعابين. سندباد خلاص بيبدا يقول الشهادتين وبيستعد لموته، ولكن جعفر وقتها بيمسك التعابين وبيفصل راسها عن جسمها. بيقول لهم مالكم كده اجمدوا شويه، كل الحكايه انكم جعانين علشان كده مش عارفين تفكروا، لكن لو فصلنا الراس هنقدر ناكلها. العيال فعلا بيوافقوا على كلامه وبيبداوا يطبخوا فيها. صدق اللي قال الجعان يبلع الزلط. وبكده يكون انتهى اول يوم ليهم في وادي الموت، ومع مرور الوقت بداوا يتعودوا على الحياه هنا. بداوا بياكلوا الافاعي وبيشعلوا النار علشان يتدفوا، صنعوا بيت يحميهم من المطر والرياح، وبقوا يصحوا وقت الشروق ويناموا على الغروب. وبكده يكونوا نجحوا في التكيف. بتستمر حياتهم على الوضع ده، وتقريبا كده بداوا ينسوا الموضوع الاصلي اللي جايين علشانه. وفي خلال ما هم بياكلوا التعابين مسترس بيكون جاب اخره وبيقول لهم هو احنا ليه بنتكيف على نمط الحياه ده؟ هو انتوا نسيتوا احنا ليه هنا؟ بيقولوا له علشان التكيف. غلط، احنا هنا لان البي اغضب الملكه، وهدفنا كان تاسيس علاقه تجاريه مع ارتميرا، علشان كده لازم نحاول نخرج من هنا. ولكن برضه مفيش فايده، التكيف بيبقى اكل دماغهم وما عادوش فاكرين اي حاجه من دي. بيقرر يروح يتمشى شويه على امل يلاقي اي حاجه مفيده. بيقول في نفسه مفيش فايده، كده احنا هنفضل عايشين في الوادي ده للابد، انا لازم اخرج من هنا اشوف بنتي دي تاني، قصدي علشان احقق حلمي واشوف العالم الخارجي. وفي خلال ما هو ماشي بالصدفه بيدوس على حاجه طريه كده، بيرجع بسرعه لسندباد وجعفر بيوريهم اللي هو لقاه، والمفاجاه انها بتبقى قطعه لحم كبيره. سندباد وجعفر طبعا بيتصدموا. مسترس بيقول لهم انا لقيتها امبارح على الارض لما كنت بستكشف المنطقه، وكانت متقطعه وجاهزه زي ما انتم شايفين. سندباد بيقول له انت عارف معنى كلامك ده ايه؟ معنى كلامك اننا هنتعشى لحمه النهارده. مسترس هيتجنن، بقول لك لقيتها متقطعه وجاهزه، مش شايفين انها غريبه ان يبقى في لحم زي ده هنا؟ لو فكرنا شويه هنعرف انها مش صدفه ان في حد هو اللي حطها، ممكن ده يكون طريقنا للخروج من هنا. ولكن سندباد وجعفر بيكونوا بداوا بالفعل في طبخها ومش عاطينه اي اهتمام، بيلاقوا حاجات كريمه ملزوقه فيها فبيرموها بما انها ما بتتاكلش. مسترس بيبقى عمال يعيط، ولكن سندباد بيجي له بيطلب منه ياخدهم على المكان اللي هو لقاها فيه. بيوصلوا على هناك وبيتصدموا بعدد كبير من اللحم مرمي على الارض. ده ازاي كده؟ سندباد بيروح يشمها وبيقول لهم ده لسه طازه، وسريعا بيبداوا في جمعها هو وجعفر. سندباد بيقول له ناكلها اول وبعدين نشوف مين اللي بيجيبها. في الوقت ده بيجي مجموعه من طيور ارتميرا وبيخطفوها كلها. اللحمه حراميه. مسترس خلاص بيكون فقد الامل، ولكن سندباد بيجي له وبيقول له ما تقلقش، يبدو كده ان الحظ في صفنا المره دي. وفي اعلى الوادي بنشوف مجموعه من النساء واشباه الرجال وبيكونوا مستغربين ان الاحجار الكريمه اللي بيجمعوها اقل من الطبيعي. اشباه الرجال بيقولوا لها ان دي غلطه الطيور، فهم اللي ما بقوش يجيبوا اي لحمه مؤخرا. يبدو كده ان هم اللي كانوا ورا كل ده. وعلى الناحيه الثانيه سندباد بيطلب من جعفر ومسترس انهم يجمعوا كل قطع اللحمه اللي على الارض قبل ما الطيور تاخدها. مسترس بيقول انا اللي فكرت انه عاقل، كنت عارف ان كل همه على اللحمه. جعفر بيقول له ما تقلقش، سندباد عنده خطه. وفعلا في الوقت ده بتبدا تترمى عليهم قطع كبيره من اللحم، وسندباد بيقول لهم انا كنت مستني اللحظه دي من زمان، هي دي مخرجنا من هنا. وفي اعلى منحدر الطيور بتجيب اللحمه كالمعتاد، واشباه الرجال بيبداوا في جمع الاحجار الكريمه ملتصقه فيها. ولكن فجاه بيتصدموا بسندباد واللي معاه خارجين لهم من جوه اللحمه. احنا خرجنا يا رجاله. بياخدوا شويه هدوم منهم وبيستروا نفسهم اخيرا. وبيتضح صديق ان ده في الاساس يبقى منجم لجمع الاحجار الكريمه. كانوا بيرموا اللحم لاسفل الوادي وبعدها يخلوا الطيور تلتقطها، وبكده يقدروا يحصلوا على الاحجار الكريمه الملتصقه فيها. ولكن لان سندباد واللي معاه بداوا ياكلوا كل اللحمه، ده خلاهم يفكروا ان في وحوش مفترسه في اسفل الوادي، وبداوا يرموا قطع لحمه اكبر علشان ما تلحقش تاكلها. وبالطريقه دي قدروا انهم يستخبوا جواها ويخرجوا من هنا. مسترس بيبقى متفاجئ، ما طلعش كل همه على اللحمه زي ما كنت فاكر. كده ما فاضلش غير انهم يقدموا تقريرهم للملكه ويوروها انهم نجوا. وجوه القصر الملكه بتبقى قاعده في اوضتها ومبسوطه بوعاء فاليفور اللي خدته من سندباد. بتتفاجئ بسندباد داخل عليها بيقول لها انا رجعت من الموت علشان اشوفك. بياخد منها القلاده والسيف وبيقول لها انت كنت بتستخدمي الدميه في كل مقابلاتك، علشان كده توقعت انك تبقي شايلاهم في مكان قريب منك. الملكه في الوقت ده بتبقى تنفجر من الاحراج وبتقول له مش هسامحك. بتجيب الروح من تحت السرير وبتقول له انا هخليك تندم على اهانتك ليا. بتنادي على الجن بتاعها وبتطلب منه يسكن جواها ويحولها لمحارب عظيم. هو ده تجهيز الجن الخاص بيها، انا هوريك قوتي. في نفس الوقت ده كان كل من جعفر ومسترس متوجهين على مكان هنا علشان ينقذوه. بيتصدموا بسندباد والملكه طايرين في السماء وكل واحد فيهم بتجهيز الجن بتاعه. سندباد بيهاجمها بالبرق، ولكن ميرا هي كمان بتهاجمه بنفس البرق والضربتين بيلاشوا بعض. هل معنى كده ان هي كمان بتستخدم جن برق زي بعل؟ سندباد بيقول لها في الحلقه دي ايه رايك اوريكي قوه الجن التاني؟ وفعلا بينادي على فاليفور وبيبدل التجهيز الكامل الخاص بفاليفور. ميرا بتقول له ايه يعني؟ فاكر ان حاجه زي دي تنفع معايا؟ سندباد وقتها بيرفع ايده وبيستخدم هجومه، ولكن مفيش حاجه بتحصل. ميرا بتقول له بقى هو ده اخرك؟ بتهجم عليه وسندباد بيستمر في تفادي ضرباتها. بيستعمل قوه فاليفور وبيهاجمها بالبلورات
الثلجيه. الهجوم فعلا بيصيبها ولكن برضه الملكه ما بتتاثرش. بتقول له خليني اعرفك حاجه، الجن بتاعي عباره عن جن بثلاث رؤوس، واحد فيهم بيتحكم في البرق والتاني بيتحكم في الجليد، اما الجسد الرئيسي اللي هو انا بيتحكم في النار. انا بمتلك الجن المطلق واللي بيضم ثلاث عناصر مختلفه، ما تقدرش تهزمني بعنصرين بس. روح افتح لك كمان برجين. جعفر ومسترس مصدومين، ده ايه الجن ده كده سندباد ما عندوش اي فرصه في انه يفوز، ولكن جعفر بيقول له ثق فيه، اكيد سندباد عنده خطه. ومن تاني بيبدا يرفع ايده وبيكرر نفس الحركه من تاني. ميرا وقتها بتاخد الموضوع بجديه وبتهاجمه بعنصر النار. سندباد بيحاول يتصدى ليها ولكنها بتجهز نفس الهجوم من تاني. سندباد يعني محاصر ومش هيقدر يتفاداها. الهجوم فعلا بيصيبه والغابه نصها بيتحرق. ميرا بتقول له كنت عارفه انك زي باقي الرجاله. بتبدا تضحك ولكن فجاه بتلاقي سندباد وراها بيقول لها انا لسه ما متش على فكره. ميرا بتتصدم، ده ازاي كده؟ انا متاكده اني قصدتك. جعفر وقتها بيفهم كل حاجه. بيقول له قدره فاليفور الحقيقيه بدات تشتغل. فاليفور جني بيتلاعب بالجليد والتلج، ولكن ده جزء من قوته الحقيقيه مش اكتر. ميرا وقتها بتبقى جابت اخرها وبتقرر تستخدم اقوى هجوم عندها. وريني بقى تقدر تهرب منه ازاي. بتستخدم كل من النار والبرق والجليد مع بعض وبتجهز لهجومها النهائي، هجوم بيدمج العناصر الثلاثه مع بعض. لسه هتفعله ولكن فجاه سندباد بيجي من وراها وبيديها على قفاها. بيقول لها غلط كده، لو استخدمت هجوم زي ده هتأذي البلد اللي المفروض تحميها. ميرا مش فاهمه هو ازاي بقى ورايا، انا ما شلتش عيني من عليه. بتتعصب اكتر وبتهاجمه ولكنه برضه بيتفاداها وبيقول لها انا هنا. ميرا في الوقت ده بدات تتوتر ومش فاهمه ايه اللي بيحصل. بتقول له عليها هجمات مش بتصيبه، زي ما اكون بقاتل حد من بعد تاني. جعفر بيقول له قدره فاليفور الحقيقيه هي الركود، قدرته على تجميد حركه العدو هي القدره الحقيقيه لفاليفور. يعني باختصار مش بس بيقدر يتلاعب في الجليد، لا ده بيقدر يجمد حواس الخصم نفسها. وهو ده اللي سندباد كان بيعمله لما رفع ايده، هو انه كان بيستخدم قدره الركود على الملكه نفسها، وده اللي اضعف من حواسها وما بقتش قادره تستوعب تحركات سندباد، لدرجه ان هي نفسها لسه مش مدركه انها بقت تحت تاثير قدرته. ميرا بتقول مستحيل، معقوله هخسر قدام راجل؟ سندباد بيقول لها يا ريت ما تتحركيش، مش عايز الجا للعنف ضد بنت. بيستخدم قوه فاليفور وبيجمدها بالكامل، وبكده هتبقى المعركه انتهت بانتصار سندباد. وبعد انتهاء المعركه سندباد واللي معاه بيروحوا يقابلوا الملكه وبيكونوا خايفين لا تعدمهم بعد اللي سندباد عمله، ولكن وعلى عكس المتوقع ميرا بتعترف بيهم وبتقول لهم انها موافقه على عقد التجاره بين ارتميريا وشركه سندوريا. بتقول لهم بعد ما قرات الشروط لقيتها صفقه مش بطاله، هبعت معاك دبلوماسي من بلدنا لشركتك وهنحاول نتعاون على قد ما نقدر، فكل ما زاد ازدهار بلدنا زاد مستوى معيشه السكان. سندباد بيقول لها كلامك ده شرف ليا. بتقول له بصراحه كل ده كان شكليات، الحقيقه اني مش عايزاك تبقى عدو يا سندباد، حتى بالقوه اللي عندك فانت اخترت تبقى تاجر. يا ترى ايه هو هدفك الحقيقي؟ بيقول لها من ساعه ما حصلت على قوه الجني وانا حاسس، بتقولها حاسس ان من واجبي هو انشاء عالم خالي من الحروب، وعلشان كده فانا محتاج لقوتك. انا متاكد ان القوه دي هتشعل حرب جديده، وعلشان نتفادى ده فلازم نستعد ليه، وده اللي بحاول اعمله عن طريق اني باسس تحالفات مع اشخاص اقوياء زيك. انا بالفعل شكلت تحالف مع كل من ايموتشاك وسيسان، فالشخص اللي قدامك ده يبقى هو مسترس ليوكسس ابن ملك فرسان سيسان. ميرا بتستغرب، ما توقعتش ابدا ان ملك الفرسان العنيد ده ممكن يوافق. بتقول له هو خسر مش كده، خسر في معركه ضدك زي ما انا خسرت. لو انت كنت عايز تدمر بلده كان زمانك عملتها من زمان. اكيد داريوس ادرك ده وقرر يقبل التحالف بتاعك بدل ما يخليك عدو ليه. سيسان عندها علاقات مع ريم، لو الساحره الاسطوريه عرفت عن موضوع الحاويات المعدنيه اكيد الموضوع هيختلف. كلهم بيستغربوا، بيقولوا لها من الساحره الاسطوريه دي. بتبدا تحكي لهم وبتقول لهم انها ساحره كرست نفسها لاجل امبراطوريه ريم فقط لا غير، وعاشت ل 200 سنه، بمعنى تاني تبقى هي الماجي الاسطوريه. العيال طبعا بتستغرب اكتر، 200 سنه ايه والماجي الاسطوريه مين؟ ايه هو الماجي اساسا؟ بتقول لهم لحد دلوقتي فهم لسه كان غامض بالنسبه لنا، ولكنهم دايما كانوا بيظهروا في الاساطير في اوقات مهمه من التاريخ علشان يرشدوا حياه البشر وينقذوا العالم، يبقوا من اعظم السحرة على الاطلاق، وكمان بيتم تسميتهم بمختارين الملك، يعني الشخص اللي بيختار الملك. الماجي بيمتلكوا قوه تفوق فهم البشر، بمجرد حركه منهم بيظهر برج متخزن في قوه الملك، وعندهم القدره على تحديد الملك وارشاده للبرج. سندباد بيبقى عمال يسمع في كلامها وبدا يربط الاحداث ببعض. كلامها ده ينطبق على شخص واحد بس، يونان طبعا مفيش غيره، هو اللي ارشده للبرج وكان بيراقبه طول المده دي. ايوه صديقي يونان يبقى ماجي. سندباد بيقول لها ايه هو الماجي بالظبط؟ بتقول له ما انا قلت لك لسه ما نعرفش حاجه عنهم، ولكن لو في حاجه اقدر اوصفهم بيها فهم الاشخاص المباركين من قبل المانا والروف. الروف هي طاقه الحياه وتتدفق في العالم، والماجي مباركين بقدر لا نهائي من الروف. يعني باختصار تقدر تقول ان هم اللي بيمثلوا اراده العالم. ده يفسر ليه الابراج بدات في الظهور وان انا وانت فاتحين. عموما في الوقت الحالي انت هو الراجل الوحيد اللي انا بعترف بيه يا سندباد، انا موافقه اشكل التحالف معاك. وبكده يبقى سندباد نجح في ضم بلد جديد ليه وهي مملكه ارتميرا. بيخلصوا كلامهم مع الملكه وبيروحوا يستعدوا علشان يغادروا بكره. مسترس بيقول لهم ها واحنا ما وراناش حاجه لحد بكره صح؟ اصل في حاجه كده لازم اعملها. سندباد بيقول له حاجه ايه؟ كنت عارف ان البنت دي قالت لك حاجه، اشرح لي حالا قالت لك ايه؟ في الوقت اللي البنت اللي بيتكلموا عليها بتيجي وتقول له ما توقعتش انك هترجع فعلا. سندباد اخيرا بيفهم، دلوقتي بس عرفت هو ليه كان مستعجل يخرج من الوادي قوي كده. بس مش ملاحظين انكم ناسيين حاجه؟ البنت بتقول لهم صحيح صاحبكم لسه معانا، مع اننا مش عايزينه يمشي بس الملكه للاسف امرت باخراجه، وواضح كده انه عانى معاهم يا صديقي. بيقولوا له شكرا لمساعدتك في الابحاث، يبقى تعالى في اي وقت.
الوقت هنا هو بتبقى جات له صدمه نفسيه، بيقول لهم والله ما كنت رورم، انا ما عملتش حاجه غلط. مسترس بقى بينفجر من الغضب وبيقول له بقى احنا كان طالع عينينا في الوادي وانت كنت قاعد هنا مع البنات، انا مش هسامحك ابدا لباقي حياتي. سندباد وقتها بيهديه وبيقول له لسه في فرصه نعوض اللي راح، وبياخدوا المكان كده. وفي اليوم اللي بعده بينضم لهم فرد جديد وبتدعى براسيني براتيميا، وهي دي اللي هتمثل التحالف مع ارتميرا وهتبقى مسؤوله عن تنظيم التجاره. بيستعدوا اخيرا للرحيل، وبراسيني بتقول لهم التور دي هتاخدنا على المكان اللي السفينه راسيه فيه. ولكن قبل ما يمشوا ميرا بتيجي تودعهم بنفسها، بتقول لهم بصراحه هتوحشوني، مين هيسليني دلوقتي؟ عموما قلت اجي اودعكم وبالمره اعرفكم على بناتي في حين لو حصل لي حاجه تاخدوا بالكم منهم. وبالمناسبه صديق الجيش اللي حواليها ده هم كلهم بناتها، ومن بينهم واحده فيهم بتمسك في سندباد، واضح كده انه عجبها، وهي نفسها اللي شفناها بتقود الطائر في الاول. بتقول له اسمها هو بيستي، على الرغم انها اصغر بناتي ولكنها بقت بالفعل بتقدر تتحكم في طيورنا العملاقه، موهبتها بتتفوق حتى عليا. بتدي له ريشه كده على شعره، وميرا بتعرفه ان الريشه دي بترمز للحظ في بلدهم. بتمنى لكم الحظ من كل قلبي. بيودعوها بعدها بيركبوا مع الطيور وبيغادروا. بيستي بتقول لها انا شميت ريحه بحر عظيمه من الشخص ده، انا عمري ابدا ما قابلت حد زيه. بتقول لها ولا انا، متحمسه اعرف ايه اللي هيعمله في المستقبل. بيرجعوا اخيرا على مدينه نابوليا، والكل بيرحبوا برجوع سندباد، وبيعرف منهم ان رورم رجعت لموطنها لانها في الشهر الاخير من الحمل. بيقول لهم معنى كده ان هو اللي بيتكفل بواجباتها في الوقت الحالي. بيروح يفتح الباب على فيتل وبيلاقيه مشغول بالاعمال الورقيه لدرجه انه ما بياخدش باله ان سندباد دخل. بيتفاجئ بيه جنبه بيقول له انت رجعت امتى؟ سندباد بيقول له شكرا انك اخدت بالك من الشركه اثناء غيابي، اكيد الموضوع ما كانش سهل عليك، وعلشان كده خد شويه الوثائق دول ظبطهم هم كمان، اسيبك انا بقى. بيروح يحتفلوا بمناسبه رجوع للشركه، وسندباد بيعرفهم على الاعضاء الجدد، مسترس ابن ملك فرسان سيسان وفارس قوي في حد ذاته، ودي هي براسيني هتبقى معانا كدبلوماسيه لمملكه ارتميرا. الاثنين دول يعتبروا رمز لصداقتنا مع سيسان وارتميرا، رحبوا بيهم هما الاثنين. من هنا ورايح شركه سندوريا هتستمر في التوسع اكتر واكتر. سيسان وارتميرا وايموتشاك الثلاثه دول هم حلفائنا اللي وثقوا فينا. مستقبلا ضغط الشغل والطاقم هيستمر في التزايد، بس انا متاكد اننا قدها. شركه سندوريا هتصبح الاولى في امبراطوريه ريم، لا ده هتتصدر العالم كله، وقريب جدا هننشئ دولتنا المثاليه. وبس كده يا صديقي، لحد هنا بتكون انتهت حكايه سندباد، ولحد الان لسه ما نزلش اي مواسم جديده. ولكن قبل ما تحبط فانا عايز اعرفك ان دي كانت مجرد قصه جانبيه للانمي الاصلي. الانمي الاصلي سندباد فيه هو شخصيه فرعيه بصفته ملك لدوله سندوريا، ولكن مش هو البطل، يعني هيبقى معانا بطل جديد. فلو حابين اننا نلخص لكم القصه الاصليه انزلوا عرفوني تحت في الكومنتات، ولو لقيت تفاعل كبير عليها هنزل لكم الجزء الاول منها، واللي هتتكلم عن مغامرات علاء الدين وعلي بابا وليله كبيره قوي يا صديقي. وبس كده، دي كانت كل حاجه، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. نتقابل على خير في فيديو جديد، وبس كده، سلام.